النهارده انا في فيديو كان نفسي اعمله من فتره طويله قوي ليه علاقه بالهدوم والالوان. فقررت اعمله النهارده. عموما انا اصلا لابسه الازدال عشان احنا في ليالي رمضان اللطيفه اللذيذه الجميله. فهبدا من اول الابيض لحد اخر لون في الحياه. طبعا في ترتيبه معينه انا بحب اعملها، بحب الطريقه دي في لبسي انا شخصيا. اللي هو مثلا هلبس النهارده كذا فبكره هيبقى كذا وكذا، وبمشي بقى ايه ترتيب الوان. فالترتيب الالوان دوت هو اللي انا هبدا بيه دلوقتي باللبس. تمام، هبدا بيه من الابيض لان ده هو اصلا فاقد الالوان، فانا عايزه ابدا بيه هو اللي هو بدون لون، ثم هنبدا بعد كده. بالمناسبة الهدوم مش كلها بتاعتي، مش كلها بتاعتي تاني. هي الهدوم في منها أنا باحبها جدًا وبالبسها دايمًا، وفي منهم لأ مش بتاعي أنا أصلًا، وأنا وأختي بنشترك فيه دايمًا، دايمًا الهدوم. فأنا أصلًا يعني حرفيًا مجنناها، واخدة الهدوم كلها عشان عايزة أعمل الفيديو ده. الفيديو ده أنا تقريبًا داخلة في شهر نفسي أعمله. فأخيرًا، أخيرًا هنبدأ. تمام، أنا تاني مرة أقول هنبدأ وما بدأش. نبدأ بالأبيض. فستان القمر ده أنا اشتريته للعمرة بس مش هو اللي اعتمرت بيه. أنا معتمرة بدريس بتاع دوت إسدال فوشيا. أنا اللي خلّيت خالته عملته لي. تمام، بس الإسدال ده يعتبر الفستان ده يعتبر سافرت بيه للاعتمار. الmini dress ده برضه باحبه جدًا، ذكرياته كتير معايا فباحبه. برضه الmini dress القمر ده جميل بالحزام اللي حواليه، في هنا كمان معاه زراير so cute. ذكرياته برضه حلوة، يعني يا رب تتحل أحسن من كده شوية. شميس طويل أوي، والبنوتة اللي عليه فوشياكا دي جميلة جدًا، أنا اللي جايباه بصراحة لماما مش ليّا، بس شكله قمر أوي باحبه. برضه الشميز ده cute بينفع في كل حاجة وفي أي حاجة وتحت أي حاجة، خليه زي القمر بالفيونكة دي. الفانيلا دي جميلة، طويلة من ورا وقصيرة من قدام، خفيفة كده وبتبقى حلوة أوي في الصيف. ال7 دي بيتلبس تحتيها حاجة مقفولة وبتبقى جميلة وعليها ورد مطرز، بتبقى جميلة. هي بس خفيفة جدًا بس باحبها. الميني جاكيت ده قمر بالفيونكية بتاعته دي، احنا اللي بنقدر نربطها واحنا اللي بنقدر نقفلها. البتاع بتاعته دي جميلة، انا مش عارفة بصراحة اسمها حاليا، بس هو قمر قمر. ودي ممكن تبقى مفتوحة كده، والكم بتاعه كيوت سو كيوت. الميني التيشيرت ده برضه حلو قوي وخصوصا على الجيب. الحركة بتاعته الكسورات دي بتبقى مظبوطة جدا على اللبس. الحركة بتاعت الفيونكة اللي هنا دي جميلة جميلة جدا، بتبان في اللبس اكتر بشكل اشيك. ال5 سواي اللي نزلت موضة، يارا جابت منهم جاكيت قمر قوي وبينفع في كل حاجة. هو صيفي جدا بس مش خفيف قوي زي ما كنا شايفين التيشيرت التاني، بس حلو. قبل السي واي كان الفيزون، لو بنات اكيد فاكره الفيزون اللي كان طالع دوت بالرباط. كان بيتلبس برضو على اي حاجه بس كانت مشكلته انه بيبين العرق. يعني مثلا الوان بقى ازرق اخضر احمر كان بيبان فيه العرق، وفي برضو القماش برضو كان بيبان فيه العرق. فدي لطيفه، والتلفزيون طلع منه الطف منه بكتير. فانا مش قادره انسى الايام اللي كنا بنلبس فيها جواكت دي، كانت جميله جدا. طبعا قبل السي واي والله في الطبيعي ان ده كان يجي اللي هو مع اللي ابو فيونكه، بس انا اتلخبطت ونسيته. فشميس تاني برضو ابيض من غير ابو فيونكه، علشان يتلبس تحت الهدوم وينفع في كل حاجه، ومش خفيف مش اللي هو شفاف. قمر قوي وخامته لطيفه جدا وناعمه على الهدوم. الجاكيت ده برضو هو فيه لقطه كده قمر قوي. شايفين الالوان دي بتخليه امور جدا، مع العلم كمان ان هو اصلا ده جنب يعني اللي هو من تحت حلو كده اللطافه دي. بيبقى حلو قوي في الالوان. خامته تقيل شويتين اكتر من اللي كان فات. على فكره بالمناسبه لما قلت كلمه ناعم على الجسم أنا كان قصدي اقول ناعم على اللبس. على الجسم مش على اللبس. تمام، فده مش شفاف خالص خالص خالص. بصراحه مش عارفه ما خامته ايه بالظبط، بس هو امور وبينفع جدا في الليالي الخريفيه سواء بدله او سوت. بس قمر قمر على فكره، وهي ما تعرفش اصلا ان انا بصورها وهي لسه جايباها. اقسم بالله هي لسه بالتيكت بتاعها، بس بجد كيوت كيوت وخامتها حلوه قوي. يعني قمر كده قمر. وعلى فكره هتنفع جدا في الجو الخريفي مش صيفي بس ولا شتوي خالص، عشان هي مش هتنفع تكون في الشتوي. ولو في الشتوي لازم تلبس تحتها حاجه زي الكلسون. الجاكيتين دول قلت اخدهم في لقطه واحده. ده اللي هو عارفين الصيفي بتاع زمان ده البامب. جاكيت بامب عادي جدا، بس البامب بتاعه مش اللي هو العالي والاوفر ده، لا عادي خالص ابسط من البوزاته كمان. اما ده اللي هو مش عارفه والله اسمه ايه، بس هو شتوي يعني. اللي هو الحب ده، عارفين الحاجات اللي بتبقى الحب دي، خفيف شويه لازم يتلبس تحتيه حاجه تقيله وتقيله جدا كمان. عندنا القمر القط ده ينفع جدا جدا على حاجه تقيله شويه بس مش محتاجه 2 بكم، فبتتلبس عليه القط دوت ومعاه البنوت ده بسوسته. ينفع يتفك وينفع يتركب.
تمام. اهي السوسته. المفروض ان هي تتفتح من الناحيه دي مش من الناحيه دي. اهي. تمام. ف والقمر ده بقى امور جدا على الميني دريس او دريس كامل. المهم ان هو حلو. كان في الهايكول ده بس هو بما انه بقع وباظ فاحنا حرفيا اترمى وبقى باينه فيه فيعتبر باظ، بس انا كنت بحبه بصراحه. انا بعشق البلوفر ده، بجد بحبه قوي. ليه ذكريات كتيره جدا لطيفه معايا، بس الحته دي بتستعبط بتستفزني كتير، فبضطر ان ابقى لابسه مثلا حاجه باكتر من ربع كم، لان دي بتنزل لتحت قوي، بتبقى معديه هنا مثلا، فمضطر ان ابقى ساتره حاجه كامله، حاجه طويله شويه، رغم ان هو تقيل قوي، جميل بحبه قوي، وفي اي ليالي بينفعني. القمر ده بتاع ماما. والله البيج سايز ده بتاع ماما، بس بالبسه، يعني انا مش عارفه حاجه في البيت، مفيش حد فيهم ما بسيب له هدوم والله بلبسهم، وهو حلو قوي بصراحه وبيدفي وكيوت ويبقى حلو جدا عشان البيج سايز بيبقى حلو على البنات اصلا. اننا نوصل للشال ده معناه ان الابيض كله خلص خلاص، ده اخر الابيض، بس حلو قوي. بنحب الشال ده طبعا اكيد. في كام حاجه كده ابيض لقيتهم بعد ما قفلت الابيض، فمش هتفرق كتير. الجاكيت ده بص هو قريب من السواي والقماش. ليه بقى؟ علشان الموجة دي، شايفين الوبرة دي ما بتجمعش غير في القماش، مش اللي هو لا السواي ما يجمعش كده خالص. ده كان من زمان جدا بصراحة، ما رضيتش برضو ما احطوش في المقايمة دي، الصورة بتاعته كده مقفولة شوية، والله ما اعرف، بس هو مش تريكول، لا خالص. تمام. قديم شوية. شايفين الشميز ده؟ والله اول شميز دخل بيتنا ابيض مخطط، او اول شميز دخل بيتنا عموما، سواء ابيض مخطط او ابيض ساده. انا بعشق الشميز ده بجد، كان بيخليني يعني احلى ليدي ماشيه في الكون. بص هو من هنا ضيق سنه ومن هنا واسع سنه، فبالتالي كان بيكسم جسمي، لان انا اصلا كان جسمي نازل مظبوط صبه مظبوطه والله بجد، انا اللي فشولت بعد كده بسبب الكورتيزون. المهم ان بصوا خطط كده الزراير بجد يا جماعة، وحياة ربنا هو كان تحفة في اللبس، وهو لازال، بس طبعا ضيق ما بيبانش جماله، خلاص يعني بقى حاجة تتلبس فوق الهدوم أو تحت يعني تحت الهدوم، يبان منه مثلا السويرة، يبان منه الياقة، لكن جماله هو كان كقميص وعلى بنطلون. كان تحفة، كان تحفة وأنا صغيرة، وحقيقي ندمانة إني معيش منه صور كتير يعني تبين منه ذكريات حلوة. بصوا ده كان تيشيرت، مش عارفة قلب امتى فستان أو ميني دريس، اللي هو بقى طويل، كانش كده خالص والله، هو فضل ينزل مش عارفه رايح لحد فين. كل البنات اللي عليه دي اللي هم فاكرين التسعينات والثمانينات البنات. بص الافكت جه فين، بص. الفكره ان هو كان موجود عندي من زمان، قعدت البسه فتره طويله وكان على القمر، بس بعد كده لقيته بدا ينزل لتحت، والله بجد طوله بقى غير طبيعي، فاتركن مبقاش يتلبس حرفيا، بدأ من كتر الغسيل يبقى بتاع دوت، أظن إن صباعي باين، يبقى شفاف، فما بقتش بلبسه خالص، بس ليا ذكريات معاه حلوة كتير، خصوصا إن أنا بحب البين كده، فبصراحة كنت بحبه وما اقدرش استغنى عنه، أو كنت في وقت من الأوقات ما اقدرش استغنى عنه. الحمد لله معايا منه ذكرى جميلة، فعشان كده خلاص انتهت مصلاحيته. جاكيت ماما القمر ده، بص في اوقات بيبقى الجو ساقع قوي قوي قوي، وانا لابسه ايا كان بقى ترنج دفايه ايا كان، والله ببقى لابساه، اروح جاريه عليه لابساه، بس هو والله ينفع في الخروج جدا، هو بس طويل، كمه طويل كده، لازم تلاقي الدراع وقع من على الدراع، مش على الدراع مظبوط، حاسه ان هو بيج سايز اوفر، اللي هو مش مجرد جاكيت واسع وخلاص، ف لطيف، بس متأكدة ان في يوم من الايام هلبسه واخرج بيه. في كام حاجة كده أبيض لقيتهم بعد ما قفلت الأبيض، فمش هتفرق كتير. الجاكيت ده بص هو قريب من السواي والقماش. ليه بقى؟ علشان الموجة دي، شايفين الوبرة دي ما بتجمعش غير في القماش، مش اللي هو لا السواي ما يجمعش كده خالص. ده كان من زمان جدا بصراحة، ما رضيتش برضو ما احطوش في المقايمة دي، الصورة بتاعته كده مقفولة شوية، والله ما اعرف، بس هو مش تريكول، لا خالص. تمام. قديم شوية. شايفين الشميز ده؟ والله اول شميز دخل بيتنا ابيض مخطط، او اول شميز دخل بيتنا عموما، سواء ابيض مخطط او ابيض ساده. انا بعشق الشميز ده بجد، كان بيخليني يعني احلى ليدي ماشيه في الكون. بص هو من هنا ضيق سنه ومن هنا واسع سنه،
فبالتالي كان بيكسّم جسمي، لإن أنا أصلًا كان جسمي نازل مضبوط، صَبّة مضبوطة والله بجد، أنا اللي فشولت بعد كده بسبب الكورتيزون. المهم إن بُصّوا خطّيت كده الزراير بجد يا جماعة وحياة ربنا هو كان تحفة في اللبس، وهو لا زال، بس طبعًا ضيّق ما بيبانش جماله، خلاص يعني بقى حاجة تتلبس فوق الهدوم أو تحت يعني تحت الهدوم، يبان منه مثلًا السويرة، يبان منه الياقة، لكن جماله هو كقميص وعلى بنطلون كان تحفة، كان تحفة وأنا صغيرة، وحقيقي ندمانة إني معيش منه صور كتير يعني تبين منه ذكريات حلوة. بُصّوا، ده كان تيشيرت مش عارفة قلب إمتى فستان أو mini dress اللي هو بقى طويل، ما كانش كده خالص والله، هو فضل ينزل، ينزل، ينزل مش عارفة رايح لحد فين. كل البنات اللي عليه دي اللي هم فاكرين التسعينات والتمانينات البنات بُصّوا الإفيه جه فين بُصّوا. الفكرة إن هو كان موجود عندي من زمان، قعدت ألبسه فترة طويلة وكان على القمر، بس بعد كده لقيته بدأ ينزل، ينزل لتحت والله بجد طوله بقى غير طبيعي، فاتركن ما بقاش يتلبس، حرفيًا بدأ من كتر الغسيل يبقى بتاع دوّة أظن صباعي باين، يبقى شفاف، فما بقيتش بالبسه خالص، بس ليّا ذكريات معاه حلوة كتير، خصوصًا إن أنا باحب الpink ده، فبصراحة كنت باحبه وما اقدرش أستغنى عنه، أو كنت في وقت من الأوقات ما باقدرش أستغنى عنه، الحمد لله معايا منه ذكرى جميلة، فعشان كده خلاص انتهت من صلاحيته. جاكيت ماما القمر ده بُص، في أوقات بيبقى الجو ساقع أوي، 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 وأنا لابسة أيًا كان بقى ترنج، دفاية، أيًا كان والله بابقى لابساه، أروح جارية عليه لابساه، بس هو والله ينفع في الخروج جدًا، هو بس طويل، كُمّه طويل كده، لازم تلاقي الدراع وقع من على الدراع، مش على الدراع مضبوط، حاسة إن هو big size over اللي هو مش مجرد جاكيت واسع وخلاص، فلطيف، بس متأكدة إن في يوم من الأيام هالبسه وأخرج بيه. الأسود لإن ده تاني لون المفروض إن أنا بالبسه لمّا باجي مثلًا خارجة في أي مكان، فده أسرع لون بالبسه مع بعد الأبيض تمام، ده أغلى دريس على حياتي، يعني أول لون أسود أصلًا لبسته في حياتي، بعد واحد كده كان نفس الشكل بس كان طوله لحد هنا، ده مشكلتي معاه الفتحة دي، هو عنده في فتحة هنا أهي، من تحت كده بتبقى واصلة معايا لحد الركبة شوية، ودي قصيرة شويتين 3 تمام، توصل مثلًا معايا لحد هنا، فما باعرفش ألبسه كتير، بس باحبه، وفتحته دي كبيرة أوي. تمام، فلازم يكون معاه تحتيه حاجة وفوقيه حاجة وكل حاجة يعني. بعد فترة من العمر برضه أسود تاني كان طالع موضة، أول ما طلع الصراحة جبته على طول لإن كانت مرة أختي بتشتغل، بدأت شغل يعني لطيف باحبه أوي، ليه معايا ذكرى كبيرة عظيمة بصراحة، فكامل محترم جدًا، بس الحبيبات دي لطيفة بس بدأت من هنا تتشال تمام، في كام فتحة كده بتحصل معاه مع الوقت بسرعة أوي، هو مشكلتي معاه في الشفافية. مسك القط الحلو القمر، عايزة أقول لكم ما كنتش عارفة قيمته قد ما يارا عرفت قيمته بعد ما جابته يعني، حاجة كده فوق الخيال في الجمال والطعامة، لما يبقى على جاكيت صيفي أو شتوي بينفع جدًا، جدًا تمام، أنا بصراحة أصلًا عايزة أجيب منه تاني أبيض، بس مش عايزة أجيبه فيزون، يعني ده فيزون فبيبين شفاف شوية تمام، فأنا عايزة أجيب منه اللي هو القماش، في منه نازل قماش حلو أوي. تاني قط القمر ده تحسوني حامل أوي لو أنا لبسته والله، أنا ما لبستوش ولا مرة أصلا من يوم ما جه، بس هو قمر قمر، وفي هنا الجيب كده صغنطوطي قوي، الناحية التانية برضه نفس الجيب صغنطوط خالص بس كيوت، سو كيوت، في زون حرفيا متقالش عليه دريس قد ما هو فستان، قمر قمر، والحركة اللي فيه هنا دي جميلة تخليه ينفع جدا سواريه جدا، يعني مثلا حزام هنا ذهبي فخلاص هو قلب سواريه، الفتحة دي تخليه مثلا يتلبس عليه أي تيشيرت بكم أو كارينا تخليه يتقلب بلون تاني جنبيه كامل، حلو قوي ما فيهوش أي حاجة غلط، بصوا مريح قوي وسو كيوت. بالمناسبة هتشوفوا كذا جاكيت شتوي صيفي قصدي في أسود تمام، هو بقى بس ده بتاع ماما والله بتاع ماما، الزراير بتاعته القمر دي فاكرينها زمان يا جماعة اللي هي الزراير اللي بالشكل ده جميلة كده وبتدي المظهر جميل، كان هنا في كتافات بس احنا شلناها عشان احنا ما بنقدرش نستحمل الكلام ده، قمر بس شفاف. الجاكيت القمور ده بالجيوب القمر بتاعته دي خريفي شوية يعني ينفع في الهدوم اللي في الشتاء يتلبس على حاجة طويلة مثلا أو على جيبة، أمور جدا مش شفاف خالص، كمان الحركات دي لطيفة فيه جدا، زي ما قلت لكم قبل كده قبل السي واي كان فيه الفيزون صيفي بالزراير بتاعته اللطيفة دي، أمورة تتحط كده لورا اللي هي الخيط اللي طالع منه من الإيد،
وبيتحط لفوق. نسخة من الأبيض حتى بالبتاعات بتاعته دي اللي هي دول. مش محتاجة أوصف كتير، زي ما قلت الفيزون. شايفين القط الجامد ده؟ اهو ده ينفع جدا على الحاجات الطويلة اللي ألوان، ويقدر يكسرها بمجرد جاكيت. حرفيا ملوش أي ستين لازمة من كتر ما هو كيوت، بس بيغير كل المنظوم بتاع الطقم. القط الطويل ده اللي هو عليه ميكي ماوس، تحت شيفون، من فوق قماش، حلو قوي، بيغير الطقم كله، بس مختص اكتر حاجه باللون الاحمر. تمام. الشيفون ده الشفاف خالص ده برضو قط بس قصير، جميل. الاتنين الجاكيت اسود دول، يعني الجاكيت ده قديم جدا جدا. الصراحه الحركه دي اللي كانت اكتر حاجه عجباني فيه، ويعتبر هي اللي شدتني ان انا اشتريه. ليها صوت كده، فهو قديم قوي 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 حرفيا. برضو التطريزه دي كانت عجباني فيه قوي لما جبته. يعتبر اول جاكيت جبته اسود، بحبه بجد يعني. تمام. قماش اللي هو القديم، مفيش اي حاجه مختلفه. ده برضو قديم قوي، حتى الكولور ده خلاني معرفتش البسه فتره طويله من عمري. الجيوب من هنا كده اهي باينه هنا اكتر، كده باينه اكتر. لطيف لطيف. كميه التشيف اللي بقولها اكتر من حياتي والله، وهي اكتر من حياتي اصلا. بتاعته دي حلوه، بحب. كنت بقفله زمان، وانا حاليا اصلا مبلبسش الاتنين بقالي فتره طويله جدا من عمري يعني. لا في زوم ولا قماش، انا مش عارفه هو ايه، بس برضو هو خفيف جدا شفاف، يعني المفروض تكون باينه هنا. دي هي باينه شايفينها. بس بينفع في القطات، حتى للكم الخفيف برضو. ده على ده بيعمل جو في الشتاء، او قصدي في الصيف، بيغير المود. يعني زمان كان دايما القطات دي كتير قوي وكنا بنلبس عليها جواكت. تلبيسه القط دي مشكلتها معايا في ان هي ضيقه، مع ان فيها توسيع. تمام. بس هي حلوه تحت الهدوم. البيزك القمر ده كان المفروض يتصنف من ضمن الفساتين، بس انا نسيته. انا اصلا ناسيه كميه هدوم اللي هي وللزمن بيتلبس، وعليه جاكيت قط باي لون باي شكل، وهو اصلا في زون قماش. في منه في زون، بس انا دلوقتي عندي قماش بس. ميني جاكيت. بس انا بحبه عشان حركته لطيفه. انا بحب اصلا الحاجات اللي يكون واسع قوي. كيوت والله، والله كيوت يا جماعه. خامته اللي هو الجلد المقلوب، بس من جوه ناعم، بس من بره كده تحس ان هو بتاع دوت اسمه، مش فاكرة كانت اسمها ايه، اللي هي الشموا دي شبهها قوي، بس هو مش شموا طبعا خالص خالص. بس كيوت، اسمه الجلد المقلوب. وطبعا ما ينفعش بيت في الكوكب ما يكونش عنده قميص اسود وقميص ابيض. وادي الشميز الاسود، احنا شفنا من شويه الابيض، وادي الشميز الاسود. اوكي، اكيد فاكرين ان احنا شفنا اخوه من شويه ابيض، برضو نفس الحركات. وبرضو دي خطه مايور يا جماعه، اقسم بالله بصراحه ذوقها حلو قوي. تمام. هي برضو قصير، وينفع جدا على جيب، بينفع على ميني دريس او دريس قط. بيغير المنظوم بتاع الطقم حرفيا. السلسله دي بتخلي الطقم كانه سواريه، ونقدر نشيلها بكل سهوله، لان هنا في زي، عارفين بتاعه السلاسل، ونقدر نشيلها بكل بساطه ونركبها تاني. الشيفون دي والله طلعت موضه، وفي حد لبسها قبل كده على قط. وهنا حزام برضو جميله، بس جميله على حاجات كتير، يعني هي تغير من حاجات كتير قوي. يعني هي مجرد شكل يعمل شكل تاني خالص، ويغير منظوم الطقم نفسه. فاهمين قصدي؟ في استك هنا في النص كده على البطن. هبقى اجيب لكم صوره والله ان شاء الله من على النت، واحطها في الطقم وهو ملبوس. اوكي. برضه في كل حاجه هي اصلا السايز بتاعها يخليكي تلبسي مجرد حاجه قط، او مثلا حاجه بهيكوله شويه كده، سواء صيفي او شتوي، وتغير من منظوم الطقم كله على بنطلون او على جيبه او على اي حاجه مثلا تكون قصيره شويه لحد هنا. فخلاص هو كده غطى كل حاجه. واللقطة القمر دي انا بحب الحاجات دي على فكره جدا جدا. بجيب لكم صور الحاجات اللي انا بحبها وانزلها لكم. البلوفر الشتوي ده والله بتاع ماما، بس احيانا كتير بلبسه، بس هو شفاف. حد واخد باله؟ الشماعه هي باينه، فهو شفاف، ما ينفعش تلبس من غير ما يكون في حاجه تحتيه. وبرده بينطق الطقم كله لو ملبوس عليه اي حاجه قط الوان. البامب هو مش قصير قوي خالص، هو طويل وحلو جدا. والبامب بتاعه برضو درجته حلوه، مش زي الابيض اللي هو انا قلت لكم عليه مش بامب كويس. في الكباسين دي اللي هي تتقفل بكبسونه، وفي سوسته. تمام. برضو جميل ولطيف، بحبه. في جيوب كده اموره والله، ولقينا فيه حاجه بس مش هنوريها لكم. وبرضو جيب الناحيه التانيه يا جماعه، لا هوريها لكم خلاص، لبانه. تمام.
امم القمر ده، القمر الطويل ده بينفع في كل حاجة حرفيا. ثواني بس عشان دي مش قطع ولا حاجة، دي هي حاجة بس لزقت فيه من الهدوم. برضو بتجيب صغنطوطة كده فتافيتي خالص. تمام، حلو. وبينفع في أيام العزا بصراحة في الشتاء، وبيدفي. هو كان عندنا جاكيت بومب برضو زيه كده، بس مش بنفس الطول ده، كان لحد هنا مثلا، بس بكم برضو. تمام، بس ضاع يعني، الحمد لله على كل حال. الجاكيت الأسود ده شيفون. عارفين انتوا لما تبقوا عايزين تكسروا حاجة، فهو ده اللي بيكسر الحاجة، لكن هو ملهوش أي لازمة لوحده خالص أكيد يعني. الكم بتاعه مفيهوش أساور ولا حاجة، واسع كده شوية، شيفون خالص خالص، بس مفيهوش أي حاجة ملفتة غير إن هو ممكن يكسر حاجة مش أكتر يعني. عايزين تكسروا لون أو أي حاجة. الجاكيت ده هو، عارفين انتوا اللي هو ولا تقيل ولا خفيف، هو كده مفيهوش أي حاجة ملفتة خالص، بسيط أسود. أنا قلتلكوا احنا هنلاقي أسود كتير كتير قوي في الهدوم. بيدفي شوية لو مثلا الهدوم خفيفة كده وعايزين مثلا نتقلها شوية مش كتير، بسيط خالص. ده شميز شيفون برضو. اهو ده ايام ما كنا مثلا بنلبس لبس صياعة، اللي هو احنا ينفع نلبس كده من غير ما يكون لا حجاب يعني ولا حاجة. الزراير بتاعته اهي، في هنا برضو زراير. نتلبس بقى تحت اي حاجة قط، لو كنا بقى ساعتها ما كناش بنلبس حجاب، دلوقتي مثلا نتلبس على حاجة بكم طبعا، ويا ريت تكون طويلة، ان هو مش قصير قوي ولا طويل قوي. هو بيكسر الحاجز بتاع الصمت، اللي هو بتاع مثلا هدوم هادية زيادة عن اللزوم، هو بيكسر الهدوء ده. بصوا هما دول فستانين قط، فانا حسيت ان هما الاتنين نفس الشكل ما عدا الايه، الستايل بتاع الصدر. يعني هنا 7 بشكل لولي كده بسيط صغنطط قوي، وكمان اللي هو كده مضغوط، مش قالب، لا مضغوط. وهنا ده بزراير، وعليه هنا حركايه، لكن ده مفيهوش عليه حركايه. انا بصراحه حبيت ده ولبسته، كنت هاخد بيه طلع ضيق شويه، بس ممكن البسه وعليه جاكيت قط طويل. طبعا انتوا عارفين مش بنلبس الجاكيت القط، لكن ده واسع جدا وخامته حلوه قوي، مفهومش اختلاف خالص غير بسيط جدا. انا شايل ماما القمر، شايفين انتوا؟ الشال ده كبير جدا حرفيا، بنحسه شبه البطانيه. في ليالي الشتاء القارصه بنلبسه كده خلاص، احنا مش محتاجين حاجه تاني مهما كانت هي ايه. وفي برضو الشال ده بسيط، احنا بقى اللي بنلبس ده، لكن ماما ممكن تلبس الشال الكبير وخلاص مش محتاجه حاجه تاني. بسيط خالص، وبينفع قوي للليدي كده في نفسها، بس ببساطة. واللون الرمادي مع الأبيض فراني شوية. في البتاع دي مش عارفة اسمها ايه، خلاص كده طبعا. ده آخر حاجة لونها أسود، بس لطيف والله بحبه. بس ده مقلم أبيض في أسود مربعه، تمام. الدريس ده مقلم أبيض في أسود اللي هو بالطول، تمام. فأنا مش عارفة ليه الفكرة إن احنا جايبين اتنين نفس الحاجة حرفيا، والجيوب هي صدقوني، نفس الجيوب والله. يمكن بس ده فيه حتة شغل من على الصدر وزراير من تحت، اما ده مفيهوش شغل خالص اكتر من على الصدر قصدي، بس فيه نفس الزراير من تحت. انا بحب الاتنين بصراحة، ولبست ده كذا مرة. ده ما لبستوش كتير عشان اللقطة دي بتبقى مش حلوة في الهدوم عندي خالص، تمام. وخصوصا ان هنا كمان بتعمل شكل مش حلو. لكن ده بصوا من ورا حلو قوي، ده من ورا دي بتفضل واقعة مهما كنا عاملين اي حاجة بتقع كتير، تمام. هم حلوين. هذا القمر، هذا القمر، كم، حزام. حتى اللون يا جماعة، اللون حتى كيوت، بس الفكرة ان دي شفافة جدا، تمام. ولكن كل ما فيه لطيف، هو اصلا تحس ان هو انتوا بتشوفوه تقولوا صيف، مجرد ما يتشاف كده ده الصيف جه خلاص. يا جماعة انا بحب التيشيرت ده قوي، والله العظيم قوي قوي قوي. ليه ذكريات معايا كتير. مقلم برضو، خلي بالكم انا بدأت من ابيض اسود بعد كده مقلم، صح. الايد بتاعته طويلة بس انا بحبه يعني، سو لطيف بصراحة. ليه ذكريات معايا حلوة كتير. فقرة الرمادي، احب اقول ان دي اول تيشيرت رمادي جبته في حياتي، يعني ابقى انا كده اللي جايباه وبتاعي انا. بحبه قوي قوي، بعيدا عن الحاجات اللي باظت فيه دي. انا حاليا اصلا بستعمله كانه بودي كارينا رمادي.
بس بجد انا بحبه جدا جدا، بعشقه. رغم ان انا المفروض ما بلبسوش وما بخرجش بيه لانه خلاص بقى قصير قوي، ويمكن بقى فيه مليان مشاكل اصلا باينه. تمام، بس انا من كتر حبي فيه مش قادره امنعه انه يكون موجود في فيديو زي ده. ميني دريس، قط او بربع كم، مش قط يعني. الحته دي متنيه كده، بتبقى متنيه فيه بالشكل ده، شكلها حلو. اللولي اللي فيه ده برضو حلو قوي. بحزام عموما، انا مش عارفه الحزام فين. لا لا، من غير حزام، ده هي كانت دي انا اللي افتكرتها حزام. 2 زرار هنا. في اللبس حلو قوي. في هنا استيك كده بيلم الجسم شويه، وايه مش ضيق خالص، بالعكس حلو قوي. واللولي اللي فيه امور جدا على فكره، وحلو قوي في اللبس. يا خلو، يا خلو على الرقه، يا خلو. طبعا برضو دي الخامه اللي هي الفيزون بتاعت زمان، هو قديم قوي ويعتبر ما بلبسوش خالص غير في البيت، بس بحبه. ما فيهوش رغي كتير. في زون، بس هي دي الفكرة اللي فيه. الجاكيت ده حلو قوي قوي. والشتا يعني رمادي، انا بحس ان الشتا يعني اسود بني رمادي والله، او اسود رمادي بني. فجميل جميل، سو لطيف. طوله مناسب جدا، بيخلي اي حاجة في الهمش متغطية، واللبس يكون مستور براحتنا فيه. وواسع زي ما انتم شايفين، بكبشوه كده امور. اقسم بالله بتاع ماما. بس انا لبسته كتير قوي. بس بما انه قصير قوي، فبلبس له مثلا ميني دريس كده او ميني تيشيرت. فبخبي كل القصر اللي فيه، سواء اسود او ابيض، بس انا لبسته كتير قوي على الابيض. ولونه حلو على فكره، سيبكم من انه تحس ان هو قديم كده، لون الالوان القديمه، بس هو حلو في اللبس، حلو قوي قوي. كلاكيت تاني مره ماما. بس ده جاي لها هديه بصراحه، مش فاكره من يورو ولا من مين والله، بس هو جاي لها هديه. امور جدا. بزرار. الزرار ده كده لو اتفك بيبقى ايه، بيبقى مفتوح كده عادي. فهو لازم يتقفل بزرار. ويا رب الزرار ما يطول في قفله. وكارو كده خفيف خفيف خالص. بس هيتفتح تاني، فما علينا. هو بيتلبس كده، بس لازم تكون حاجة عليه طويلة عشان هو بيفضل كده. يعني بيفضل ده كله كده باين. تمام. ثواني، انا لبسته قبل كده برضو. السويت شيرت ده عندي من 2019، 2016 سوري، انا اسفة. الاورنج فيه، انا كان لسه الالوان اللي طالعه المطرقعه دي كانت طلعت موضه الوقت ده. كنت بلبس ده. كنت بلبس اخضر فسفوري، ولكن احنا هنتكلم عن اخضر فسفوري في وقتها. أم، معايا ذكريات حلوه معاه كتير. انا زمان ما كنتش بحب موضوع ان البس بنطلون وتيشيرت كده نفس الدرجه او نفس الماتيريال، اصلا كنت بحسها بدله. وهم اصلا زمان كانوا بيعملوها بطريقه وحشه قوي، بس اقسم بالله تحفه تحفه. انا مصوره بيها كميه صور وكميه خروجات ليا وللزمن. الرصاصي بقى وطعمته ورقته. كنت بلبسه فتره طويله من زمان. هي تتعمل دي كده من تحت، من تحت الصدر من هنا، مش من ورا، من قدام. تمام. دي مش من هنا، دي من ورا. يعني هو كده الصدر بتاعه كده مربع، لكن من ورا دي فتحة كاملة، دايرة كاملة. تمام. حلو قوي. ايام زمان بصراحة، هو مش موضة دلوقتي خالص، بس سو كيوت. وعلى فكرة لو اتلبس ما يبانش عليه ان هو قديم خالص خالص، هو رقيق قوي اصلا. فاكرين الجواكت السوداء الطويلة او الجواكت البيضة؟ اهو ده ينفع يتلبس معاهم، هيبقى حلو جدا. حلو قوي قوي في اللبس. برضو متصورة بيه كتير. طوله مناسب جدا، وعرضه من تحت حلو قوي. الحته اللي فوق دي مش ضيقه زي ما انتم متخيلين، بالعكس بتبقى حلوه جدا على الجسم، وهو اصلا من النوع اللي بياخد شكل الجسم مهما كان. تمام. هو بس لو حد بطنه عاليه شويه بيبقى ضيق، يعني مثلا الحوامل ينفع، غير كده بلاش يعني. بس حلو جدا في اللبس. الرمادي السكر دي ذوقي، واحنا في السعوديه ليورا. شفتها عجبتني هي، واي لاف ماما اللي بربع كم دوت. قلت هيبقوا حلوين قوي على يورا. وجبتها لها الجيب، مش عارفه دي كل ده عرض جيب. بس هو والله حلو في اللبس. هي لبسته كذا مره وعلى جيب بجد تحفه. تريكو شفاف شفاف جدا كمان. بس حلو في اللبس، وبالذات على جيبه بقى او دريس كات، تحفه تحفه حقيقي. ما علينا نعمل نفسنا مش واخدين بالنا من الخيط اللي باين قوي 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 في التصوير ده. هبقى اقصه انا او احرقه، فهو لطيف، جايبه من السعوديه. وانا صغيره كان حلم حياتي البس فستان احمر ناري. خدت القماش ورحت عملته، بس ما طلعش بالاحمر للدرجه اللي انا عايزاها. محمر على روز، روز اكتر كمان. بس هو احمر والله احمر، بس دي قصيره طبعا، ده مفتوح زياده. ده قصير جدا، والفتحه دي بقت كبيره، انا كنت صغيره قوي وقتها اصلا يعني. بس بامانه بحبه، عشان اصلا عملت عيد ميلادي كله بيه من السنه اللي انا كنت بتمنى ان انا اعمله فيها. نفس القصه الحزينه. مش مفهوم له هو لونه ايه. اشتريته الفتره اللي فاتت.
عجبني يعني بصراحة عجبني. هو بس ستان شوية أكتر من التاني كان مش ستان خالص ومشطه زي الفيزون كده. تمام، بس ده ستان. اللمعة اللي فيه رهيبة رهيبة. دي جزء كده بس بيتربط من ورا. أنا مش عارفة اربطها مظبوطة، بس كفيونكة أو أي حاجة ممكن يتربط على جنب كمان. بتديله شكل كده. طوله مناسب جدا، حلو قوي. كمه كويس جدا برضو. مم، مؤدب ومحترم وكيوت. هو كده مفيهوش رغي كتير، بامب شوية. السوسته جايه على جنب سنه، في كبسونه هنا بس خلاص. هو ده حواره. ما كملناش. المهم يعني اللقطه دي اللي هي ايه كده. بصوا، ويك بقت كام كسره هنا كده بس هم مش باينين خالص. بس هو حلو وبيكسر اي طقم لو قط او مثلا جيبه ولا حاجه، بيديها بهجه كده جميله. وايديه برضو. درست الامر ده يعني في فتره انا اصلا كنت فيها حرفيا مكتئبه وبموت، بس يعني ساعدني كتير لان كان شكله عليا حلو قوي. فساعدني كتير قوي ان انا ابقى كويسه واتخطى. الدراع بتاعه جلد على فكره. الهدوم بتساعد ان الواحد يتخطى الاكتئاب. تمام. الدراع بتاعه جلد والجيوب بتاعته جلد. جيوب حلوه قوي، كانت بتاخد معايا اي حاجه سواء هدوم او قصدي موبايل او شاحن او اي حاجه. في هنا معاه حزام بس انا حاليا مش لاقيه، بس هي اصلا بتاعه الحزام موجوده. تمام. هو قمر ولطيف. في حاجه كده ثواني يا رب تبقى باينه اهي. تجزيله كده لطيفه خالص. بتلبس عليه اي سلسله او اي كول كده اللي هو كوليه، بيديله لقطه تانية خالص. ينفع سواريه، ينفع مناسبات، ينفع خروج، ينفع كل حاجه. الشميز ده معروف ان هو مفروض يتلبس على حاجه فوقيه. يا جماعه انا بلبسه هو لوحده وبخرج بيه على بنطلون. هو طويل، طول مناسب جدا. وبلبس عليه مثلا اي تلبيسه من تحت اسمه تيشيرت تلبيسه يعني، او اي حاجه حتى لو بكم او بنص. لطيف 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 وأمور. حتى وإن كان شكله قديم بس بجد اللي هو أنا من النوع اللي لما بلبس حاجة بحس إن هي اختلفت. هنا في كتافات اللي أنا أصلا ما بحبهاش، بس حقيقي عليه تحفة، بيدي الطقم في حتة تانية خالص. بلوفر موم. بلوفر موم بس أنا لبسته كتير والله. بيج سايز. ألوانه كيوت كده وتحس إن هو ينفع في كل حاجة. ومش باين عليه خالص إن هو بتاع الستينات والسبعينات والكلام ده. بالعكس أنا بحبه قوي وبحب ألبسه وبيبقى حلو جدا في اللبس على فكرة. اللون ده أنا مش قادرة أوصف حبي ليه. وبصراحة من كمية الهدوم اللي تطلع بيه دلوقتي اللي محدش متخيل هي تطلع قد ايه، حسيت ان دي احلى حاجة ابدأ بيها. عملت ماما. قمر. قمر، وانا متأكدة من كده مش محتاجة رأي حد. انا بحبها جدا جدا. وان شاء الله البسها في اول يوم العيد. محتارة ابدأ بالصيفي ولا بالشتوي، فقلت هبدأ بالحاجات اللي هي القديمة. يعني مثلا ده انا بحبه برضه، هو في حاجات اقدم منه والله. بس هو جاني في فترة برضه زي ما كنت مكتئبة في الطقم الاحمر. ده كنت مكتئبة برضه. هو انا اصلا يعني جبته لنفسي عشان ادلع نفسي بيه يعني. اللولي بتاعه ده قمر قوي. جيوب الميني جيوب دي صغنطوطه خالص كيوت. بحط حزام هنا احيانا مش دايما. بيطلع امور قوي في اللبس. هو ميني مش كامل. مع العلم كمان مفتوح من هنا. وقصير شويه، مش طويل خالص لا. ده قديم قوي. قوي بجد. كان طلع موضه من فتره طويله، اللي هي الحاجات اللي بالشكل ده. فتره طويله جدا جدا. ف بس بحبه عشان هو كمان من حد عزيز عليا جدا. خالته الله يرحمها يا رب. فانا بموت فيه. بس ما بلبسوش حاليا الحقيقه. لو لبسته بلبس عليه جيبه عشان هو بجد قصير وضيق من الجزء ده جدا. فلازم يكون معاه حاجه طويله قوي، مش هينفع طبعا دريس كامل. فبحبه. الجاكيت القمر ده جايباه من حوالي سنه. حلو جدا جدا في اللبس. ده كابشو. كابشو كيوت. اللمعة بتاعته أمورة بس بيليق جدا برضه في الشمس، ما بيبقاش وحش. دي لقطة كده مش عارفة بتعمل ايه بس هي موجودة. وهنا الحزام أمور الأستك منه فيه. دي موجودة. هو التتلز بتاعته كلها حلوة بجد. هو في اللبس حلو قوي ما شاء الله. ممكن نقفل دي بكبسون. بتدي شكل كده خرافي. بس أنا مش عارفة أبينها قوي في الفيديو برضه متصورة بيه كتير قوي وبحبه. أنا أصلا كلمة بحبه على كل الهدوم دي هتلاقوها كتير. البدلة القمر دي هو يعتبر ترنج بأمانة يعني مش عايزة أكدب. جاية في أول الشتا السنة دي. لبستها في عيد ميلاد جويا اللي فات اللي هو عملناه قبل رمضان.
تمام. هي ما فيهاش لقطات كتيره، بس بالحزام او الجاكيت بتنطق حاجه تانية خالص، في الوان كتير برضو، سواء ابيض او اسود او اي لون تاني، حتى لو فوشيا. الايد بتاعتها بالرقه دي على فكره في الصوره احلى من كده بكتير. هي مش باين جمالها في الرؤيه كده من بعيد قد ما باين جمالها في الصور. التوينز ده يعني اتحف من التحفه بشويه. على فكره الجاكيت لوحده خالص والفستان لوحده خالص، يعني نقدر نشيلهم من بعض، مش مرتبطين ببعض. تمام. حلوه قوي. عارفه حرفيا تحسي انك ليدي قوي وانت لابساه كده، سو كيوت. وفي حزام نفس الدرجه دي، ومكان الحزام كمان اهو. تمام. بس حلو حلاوه انا مش قادره اوصف. انا لو فضلت اتكلم عنه من هنا لسنه قدام مش عارفه اوصف جماله وطعمته. ولو هنا اي عقد لولي، اي عقد كده كبير شويه بيخليه سواريه. حلو جدا جدا في اللبس. يا جماعه الدرس ده اللي هو الميني دريس ده قديم بطريقه محدش متخيلها. اقسم بالله عندي بقاله سنين سنين، وبرضه حضرت بيه فتره عيد ميلاد ليا. انا اصلا اللون ده عمري ما تخيلت ان انا كنت ممكن احبه. اقسم بالله عمري ما تخيلت ان انا ممكن احب اللون ده، لان انا بشوف الازرقات او اللبنيات ولاد، يعني كنت بشوفهم كده. لكن بعد طبعا ما لبسته عجبني وجبت كميه منه. حتى لما ماير بتجيب بلبس منها كتير. هو ده يعني فتحته طويله قوي، صبعة طويلة كده، ولكن بيتلبس على كارينا طبعا أكيد، أو مثلا بادي كم، أو حتى شميز، بيديه حتة تانية خالص. كنت رايحة فرح وعندي بنطلون أبيض، فقررت إن أنا أعرف هل هيلاقي عليه بنطلون أبيض ولا لأ. ولبسته على أبيض ومع كارينا أسود، يخرب بيت كده تيشيرت كارينا أسود. على فكرة راح في حتة تانية تماما. شايفين اللقطة دي؟ ودته في حتة تانية تماما. عجبني. كان معاه بصراحة كده زي شريط بيتلبس في الإيد، حلو قوي قوي. برضه قديم جدا جدا فوق ما تتخيلوا، بس بعشقه بجد. الشيفونة دي مع الهوا بتتحرك. انا مش عارفه اوصف الحركه بتاعتها، بس هي حلوه قوي. انا بحبه. برضه سي واي ماير اللي جايبهولي، يعني هي كانت بتبيع وانا اللي اشتريته منها. تمام. هنا في استك على البطن كده كيوت رقيق خالص. حلو. انا مش عارفه اوصف غير ان هو حلو وبحبه. هنا مش مربع، لا جاي كده شويه من الناحيتين طبعا. والاستك من الايد، قفله الايد استك. بحبه. في هنا جيب رقيق خالص كده، يعني نخبي فيه فلوس بس مش اكتر. جميل. بدله سواي جاكيت زي الجاكيت البيضة لا ما شفناش اسود، شفنا ابيض بس. وبنطلون رقه 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 وطعامه. تلبس عليه اي بادي بكم ابيض او اسود بيوديه في حته تانية خالص. طيب هل انا بستغل البنطلون ده في البدله بس؟ يعني خلاص كده هو ده الحاجه الوحيده اللي بلبس فيها؟ لا، انا بستغله في البادي ده كمان. برضو سواي، كله سواي. دي درجة اسود وبعدين ابيض بعدين ازرق. انا رحت بيه منتزه يا رب كان منتزه ايه هو، ايه مش فاكرة والله. كان منتزه كده، رحته في بورسعيد. حبيته كان لطيف قوي في الصور. عاملة حرفيا سيشن كامل. ايده اهي طويلة الفتحة الايد كده، 3 درجات في كل حتة. كيوت قوي على فكرة. بصراحة ما سكتش، رحت بص على المنصة، طلعت منصة في ريال مش منتزه اصلا. منصة فريال. تمام. يعني انا بحب المكان ده وصورت بيه هناك. في القميص ده صراحة ما يليقش معاه غير الازرق، يعني هو الدرجات بتاعته ايه، درجة ازرق فاتحة جدا جدا. تمام. بلبس عليه البنطلون ده. البنطلون ده مش نفس السي واي، لا خالص، القماشة دي مختلفة تماما. وشفتوا الجاكيت الطويل اللي هو القط، بلبسه برضو عليه احيانا كتير قوي اكتر من السي واي، لان هو شتوي وده ينفع في الصيف وفي الشتاء. البنطلون ده خامته تقيلة شوية، حتى الاستيك بتاعه قريب جدا من الجاكيت بتاع من القميص، من الجاكيت بتاع الاستيك اللي في الجاكيت لطيف. تمام. في رباط كده بس انا مش لاقياه، ما علينا من الرباط. ولكن هو بيليق في اللبس الشتوي اكتر بكتير بكتير من الصيف. وبينفع كمان على البلوفر الابيض، بينفع على اي حاجه لونها اسود، هو بيليق على كل حاجه عموما. بصوا هو يعتبر بترولي اكتر ما هو ازرق، بس انا برضو واخداه من درجات الازرق يعني ماشي. بحبه. خامته جلد مقلوب. تمام. لطيف. لبسته كتير بصراحه لدرجه اني شبعت منه خلاص. اديته ماير. لو ملاحظين دي شماعه ماير اصلا مش شماعتي. ميني مش كامل بس كيوت. هو كيوت. انا ما بجيبش حاجه اصلا غير لما يكون كيوت ولطيفه كده، اللي هو ما هو كيوت، هي لطيفه اصلا، احنا عملنا ايه ما اعرفش، بس المهم ان انا بحبه. تمام. عمر
بيج سايز ماما. فاشن، يعني احنا ملبسين ماما فاشن. دي هدية ميار السنة اللي فاتت او خطيب ميار يوم اقرب، فحبه برضو. هو شكله لطيف بس انا عمري ما قست، بس بما انه بتاع ماما وبما انه ميني دريس وبما انه اصلا بيج سايز فاكيد. القطايه الازرق دي، شفت القط الازرق اللي احنا كنا جايبينه قبل كده اللي هو الشتوي؟ اهو ده ينفع في الصيف، حلو قوي ورقيق كده، ينفع لاي حاجه وحاجات كتيره تكسر منه شكل ولون. مفيهوش زراير، مفيهوش اي حاجه، هو تحس ان هو بليزر قط وخلاص، مفيهوش اي رياكشن جديد. شفت حبي للازرق نفس درجه حبي للفوشيا، يمكن اكتر فوشيا كمان. من وانا صغيره بحس ان اللون ده هو بنت، هو ده اسمه بنت. هي دي مش خروج قوي اكتر من هي بنت، بس يعني يعتبر اول حاجه فوشيا في حياتي جبتها، بحبها جدا هي ودي. يعني الاتنين نفس الخامه ويعتبر. سوري، كنا بنقول موضوع ان بتاع دي اللي هي الريشه، انا حبيته. جت عليا فتره ما كنتش بلبس غيره، وفيزون. بس برضو هي مشكلتي معاكم مع الفيزون، قلت لكم قبل كده ان هو بيبان عليه اي نقطه عرق هنا. تمام. بدله يعني يارا، على فكره هو في بنطلون بس هو مش باين. اقسم بالله في بنطلون، انا مش عارفه الايفكت ده اوفر قوي. يعني بحاول انزله كده شويه بحيث انه يبان ان من تحت ده بنطلون. الجاكيت برضو زي الابيض زي الازرق اللي شفناه من شويه. البنطلون هو لوحده، ثواني ممكن نعمل كده، ابيض بقى اسود ايا كان بينطق الموضوع. وانا اصلا عندي تيشيرت بربع كم كده قط بتاع دوت اسود، وعليه مكتوب عليه فيكتوريا سيكريت تقريبا بالروز هنا كده، بينطق الموضوع كله، بيبقى تحفه تحفه تحفه. وزي ما قلنا بدله يعني يارا. قطايه في زون القمر دي شياكه برضو، تنفع جدا مع الدريسات الكامله. هي طويله شويه مش ميني، طويله شويتين كمان، لطيفه قوي. تنفع مع اي دريس، هتكسر لونه خالص وهتكسر الملل اللي هو فيه بكم. يا خلوبو الفوشيا والبومب بتاعه كاميلا النسي، يا خلوبو يا خلوبو. لا دي حاجه حلوه كده يا جماعه. الفوشيا ده يعني بنت يعني فوشيا، سو كيوت سو كيوت. والبومب بتاعه درجته حلوه، مش عاليه قوي ومش صغيره قوي. بصوا عاملين ازاي، بس اللي هو مثلا لو حد واقف، يا نهار ابيض عامله تخينه تخينه بجد، انا مش عارفه اوصفها بس هي قلبوزه. كيوت 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 كيوت. وفي جيوب هنا قمر قوي كده. الشتاء، الليالي الشتاء القارصة بتدفي. قمر يا جماعة، قمر قمر، بحبه. مش احنا شفنا البلوزة مريشة الميني بلوزة دي اللي هي قصيرة قوي على البطن وبعدين بتلبس على البتاع دوت البوي فريند. شتوي. هي كانت في زون صيفي وده ميكي شتوي. الحركات اللي هنا دي سو كيوت سو كيوت. طبعا وقتها كنت صغنطوطة قوي فكنت بلبس العوض ده. ايوه دي حقيقة، انا كنت بلبس العوض ده والله، بس والله لونها حلو. ميني دريس شتوي بيج سايز بجيوب. جيوب عميقة وكبيرة كده، تحس انه ممكن ناخد عيل فيها. هادي 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 طوله بس الاول. هو بس لازم يتلبس تحتيه بنطلون عشان بيبان. الاسوره بتاعته كده، مش عارفه اسمها ايه بس هي المفروض ضيقه شويه، بس مفيهوش اي حاجه خالص. كنت بحبه بصراحه بس ختم معايا بحاجه مش كويسه، ختم معايا بذكرى مش كويسه، يعتبر ما بلبسوش خالص. البلوك كات ده يعني رقه مفيش من بعد كده. هو عموما مفتوح ورا، مش من ورا، من الجناب من الجنبين بس لحد فوق. برضو كمان لحد فوق من هنا يعتبر تحت البط حاجه بسيطه قوي يعني حوالي شبر. في هنا حاجه مقفوله بتتفتح عادي لو عايزينها تبقى مفتوحه، يعني مش عارفه افتحها حاليا. عرفت اهو، بلاش تبقى مقفوله خالص. تمام. الحته دي بتاع دوت دبل من الظهر، كيوت قوي. بس طبعا هي بتلبس تحت على يعني تلبيسه على حاجه اكيد. تمام. في منه بقى اللي هو ده، بحسه مدندش قوي يعني مدندش كده زياده عن اللزوم، يعني عايز برضو ايه فرح بس مش مفتوح من اي حته. هو بس ممكن يبقى عليه حزام والحزام هيكون من ورا مش على قدام خالص، مش هيجي على قدام خالص، بس مدندش اهو. لولي بصوا، هو مش بيبي روز اكتر ما هو كشمير. يعني طبعا الكشمير ده طلع قريب او على فكره على ايامنا احنا، لكن زمان كان اسمه بيبي روز عادي جدا، او بامبا فاتح، بامبا مسخ كده، مش عارفه كان اسمه ايه والله، بامبا مسخسخ. تمام. طويل كامل، عرضه حلو قوي. ميار بتقولي ان هو بيتخن، لكن انا لما لبسته لا ما حسيتش بيه بالموضوع ده، كده حلو جدا جدا.
كيوت، حبيته وحبيت الفر ده. كده كتير. لطيف قوي في اللبس ولونه كمان حلو. مش هفضل اقول بدله يعني يارا كتير، اظن بقى واضح. هي بجيب من هنا كده، على فكره سواي عموما بس فيها كام حركه، يعني البنطلون فيه خط ده لحد تحت تمام، وبجيب لطيف كده كيوت، خط اهو من تحت برضو باين. الخامه قمر قوي، الخيوط دي بتدي شكل، سيبكم من الحته المقطوعه دي، بس الخيوط دي بتدي شكل حلو في البدله من الاخر. لبستها في حفله تخرج يارا، بس كانت جميله بصراحه، اموره جدا. برضو اللي هو الكشميري ده كمان ميني دريس، ميني مش كامل ومفتوح، الفتحة دي بتبين الرجل، فلازم يبقى تحت بنطلون. جيب لطيف كامل كبير، في دي تتعمل في يونكة او لا براحتكم. ثواني عشان الايد دخلت جوه كالعادة اهي، برضو الايد حتة كده من الجلد، بس هي مش جلد طبيعي عموما. هنا ده استك، بيبقى كده شوية وكده شوية في اللبس، بيبقى شكله لطيف يعني. تمام، امور كيوت، مجزل شوية يعني، مش فوشيا، مش كشمير سادة، مجزل كده. اللي جايبه لي رفع الميلاد ولكن بلبسه. عارفين لما مصنع يقرر يعمل حاجه بعد كده انتج انتاج غريب، هو كان عايز يعمله فوشيا او بينك، بس هو عمله حاجه في النص، ولا هو ده ولا هو ده. وفي حته رمادي كده من هنا في الايد، فينفع جدا مع طرحه رمادي بتكسر الدنيا وبيبقى شكله لطيف، وينفع جدا 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 بالنهار، الاجواء اللي هي زي دلوقتي، لا منها خريف ولا منها شتاء. البيربل، البربل ده انا اقسم بالله ما كنت عارف قوي ان انا بحبه كده، يعني انا حبيته على كبر، يعني لما كبرت وجربت لبسته في كذا حاجه حبيته جدا. بصوا كيوت ازاي، الحركه اللي على الجنب دي كيوت قوي، والايد اموره جدا، سو كيوت هادي. بس ده ما ينفعش الشتا خالص، لو شتا هيبقى عايز حاجه تقيله جدا تحتيه. بدله بيربل على فكره حلوه قوي، الدراع بتاعها مرتاح، البنطلون بتاعها كمان حلو جدا مريح، الخامه بتاعتها ناعمه ناعمه بطريقه غبيه، ما بتتقفلش، هو زرار بس شكل، ما بيتقفلش وملهاش اي فتحات. تمام، معلومة بسيطة هي اللي مفصلاها ميار، مش هي مفصلاها، قصدي ان هي اللي مفصلاها خياطة، لا هي مفصلاها عند حد. طولها حلو قوي، مش مجرد دريس كامل، مش مجرد كاملة يعني، ولكن برضو مش قصيرة قوي. فستان الموف القمر ده، ده بقى يعني موف داكن دارك، في منه هنا كده دي كلها كاملة، بس هو منه فيه يعني، هو ما ينفعش ده يتقلع من ده، لا مفهوش اصلا حط قطاية كده، لا هو منه فيه من اول هنا. تمام، هو بكم زي ما هو باين يعني، كامل مش ميني مش مفتوح، مناسب من تحت كمان، وسعه حلو قوي. انا كنت شاريه اصلا لفرح حد، واحنا من قرايبنا. تمام، اتقال لي لا بلاش ده غامق قوي، البسي حاجه تانية ومش عارفه ايه، ولبست حاجه تانية، بس بعد كده لما لبسته قال لي ده جميل وكنت لبستيه ومش عارفه ايه. السلاسل القمر دي انا بصراحه يعني حبيته، كنت شايفه ان هو مناسب جدا. زمان كان رمضان بيجي في الصيف مش زي دلوقتي، فكنا حقيقي بنلبس الفساتين دي طول الوقت، الفستان ما فيهوش اي حاجه مبهجه، هي استك من هنا كده واللون بتاعه كده، مفيهوش اي حاجه مختلفه، عادي خالص، بس كان بينفعنا في ايام رمضان زي دلوقتي. والسبعه دي كلها كانت بتبقى اضيق من كده بكتير، لان هو اصلا كميه اللبس فيه الاستك بتاعه ايه مد. تمام، بس ممكن برضو تلبس على تحتيه بودي مقفول او طرحه اللي هي كامله، اسمها طرحه سوري تقريبا، فكنت بالبسه في ايام رمضان الصيف، دلوقتي مش عارفه اعمل حاجه. الفستانين دول جايين مع بعض برضه عشان موضوع اجراءات رمضان وكده، بحزام منه فيه، ثواني بس اهو، حزام اهو. تمام، موف غامق شويه، ده كان بتاع اختي بس هي قالت لي مش عايزاه خلاص، بس انا بلبسه طبعا في المناسبات او لما يكون حد جاي لنا في البيت. وادي ده، بس انا ما بقتش بحب ده خالص عشان ليا ذكرى مأساوية جدا معاه، فكنت بلبسه كتير، كنت بحبه قوي عشان اصلا فيه بيربل، زي ما قلت لكم ان انا كنتش عارفه انا بحب لون البيربل، بس عرفت ان انا بحبه على كبر، بس دلوقتي مبقتش بلبسه خالص، وحقيقي بتوتر لما بشوفه. كشمير القمر ده انا بحبه قوي بجد، هو طلع حوالي 2018 2017 والله ما فاكره، بس هو طلع موضه كده من فتره، مفيش حد فيك يا مصر ما كانش لابسه ومن ضمنهم انا.
الشكل ده على شكل فراشة، فراشة حرفيا مفيش فيه هزار يعني. انا مش عارفة امسكه بايدي الاتنين، بس والله هو على شكل فراشة. مع العلم في فتحة هنا كده، ثواني اهي، مش عارفة ثواني هجيبها من الناحية التانية اهي كده، ومن الناحية التانية نفس الكلام، الفتحة برضو اهي. بيتحط حزام من هنا وبيجي من هنا، او بيتربط من ورا زي ما هو، بيعمل تقسيمة كده للجسم، وبرضو ليه قطعة تانية من تحت اهي. هو قصير قوي قوي، بس تحفة. لما طبعا كنت رفيعة او كنت صغيرة عن كده بكتير، يعني حوالي 10 سنين، يعني بتكلم في 10 سنين، كنت بلبسه كتير قوي. لونه جميل، واللولي ده كيوت قوي قوي بجد، ولطيف كده، وكان ينفعني في كل حاجة. لبسته فترة طويلة قوي قوي من اول ما طلع عموما. صوف شتوي حرفيا جدا. كشمير برضو، كشمير قوي، اللي هو نفس الدرجة بتاعت التيشيرت التاني. ده استك. هي دي بتبقى قصيرة عن البطن نفسها، مش مسألة حاجة تبان. طبعا اكيد احنا محجبين فبنلبسه ايه، تحتيه بادي وتحتيه حاجات بكم وكلام من ده، ولازم تكون حاجة واسعة. في جيب هنا وجيب صغنطوطي برضو هنا. انا نفسي افهم هما ليه بيعملوا جيب صغنطوطة هنا، وده الجيب يعني ده اللبس نفسه مش جيب قصدي. وهنا في دي مش قادرة اعرف هي ايه، يعني ايه لازمتها بجد، بتعصبني لما بكون لابساه. فما بلبسوش كتير بصراحة، بس بحبه يعني. ده ما يمنعش ان انا بحبه، ده ملوش علاقة بالحب. ده بتاع يويا، انا وهي جايبين زي بعض، بس انا كنت جايباه احمر ناري شويه، وهي جايباه درجه الكشمير دي. يا جماعه والله بجد هو مش ما بيبانش حلاوته غير في اللبس، يعني دي بتبقى جايه كده، بيبقى حلو قوي قوي. وهنا فيونكه حلو قوي في اللبس والله، بس هو بجد التصوير ظلمه. وده استك قريب من الستين كده، يعني في لمعه قريب من الستان قوي، ولكن هو مش ستان، انا ما اعتقدش ان هو ستان خالص. تمام، وخفيف قوي، يعني ينفع جدا في الليالي الحاره القارصه، ولكن ما ينفعش في الشتاء خالص. دي جيبه كشمير، بس شفافة بطريقة غبية، يعني بجد مش طبيعية في الشفافية بتاعتها. يارا لسه جايباها قريب، مش قريب قوي بس يعني قريب من حوالي سنة. ما لبسناهاش يعتبر من يوم ما جت. لسه بقى بصراحة عايزة ألبسها، بس تحتها حاجة تكون تقيلة تقيلة، لأن بجد هي شفافة بطريقة غبية، مش باينة في التصوير ولكن هي شفافة جدا جدا. تمام، شيفون خالص. ده عموما أول طقم في حياتي أصفر جبته، كان بلوزة كده خفيفة أو قصيرة شوية، وعليها الجاكيت القط ده. مع الوقت، مع الوقت في اللبس ده البلوزه دي باظت خالص حرفيا، طولها بقى يعني مش عارفه لحد فين. تمام، نفس الكلام برضو هنا، ولا زالت كل حاجه فيها كويسه، بس ده بقى بصوا قد ايه يا خرابي على العرض. فحاسه ان هي تقريبا اللي هو اسمه بيسقط او بينزل كده مع الغسيل، بصوا حتى مع الهدوم. فما بقتش بخرج بيها نهائي، ما فيهاش ولا قطعه، ما فيهاش ولا غلطه، ولكن اللي هو البتاع بتاعها ده، اللي هو البغازون بتاعها ده، خلاها بقت ما بتتلبسش في الخروج خالص. بستفاد بقى انا بالقطايه الحلوه دي في كل خروجه تقريبا، يعني في حاجات كتيره كنت بلبسه عليها لوحده، على فستان ابيض، على فستان اسود، بادي وبنطلون، قميص وبنطلون، بيفيدني كتير الجاكيت ده وهو لوحده. تمام، فانا الطقم ده اصلا مستفيده اكتر بالجاكيت اكتر من التيشيرت اللي باظ. اوكي، الميني دريس السكر ده، بقول لكم ايه، انا عمري ما تخيلت ان انا ممكن البس حاجه زي كده ابدا، اقسم بالله ابدا. فده اختيار يورا، انا لبسته وكان طلع حلو عليا بصراحه، مش متخيله. هو باستك من هنا، واستك نوع كويس شويتين، شيفون خالص. هنا الدرجه دي شفافه قوي، لكن دي طبقتين مش طبقه واحده، عشان كده ما بنحسش بالشفافيه اللي فيها خالص، ايدي مش هتبان. كمان هو اصلا مدرج، يعني بصوا هقول لكم كده، قطعه كده، قطعه حوالي 4، 1 2 3 4، 4 وحدات. هنا في استك شوية بس مش ممسوك قوي، مش ضايق قوي على اللبس. في بقى فتحة حزام اهي باينة. تمام، نحط حزام بقى والموضوع بيبقى كيوت قوي في اللبس، حلو 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 ولطيف. الدرجة بتاعت الورد اللي فيه مخلياه مبهج قوي، يعني تحس ان انتوا فعلا في عز الربيع. ايه الاسفاريكا، بصوا هو ده، يعني قميص قصير جدا جدا، طبعا ايام ما كنا رفيعين تاني اهو، ايام ما كنا رفيعين. دي عريانة ودي عريانة، ده بتاع يويا. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة على الموقف، بس هو كده. ومش همسح الفيديو، مش همسح اللقطة. ادي زراير كده، كان يعني بصوا عارفين، فهمتوا سنتي كده ايه، بصوا والله ما تكمل العقلة طول، وهو كده.
يارا كانت بتلبسه كده واتحجبنا وخلاص الدنيا بقت تمام. انا لبسته مره واحده بس، طبعا تحتي اكيد بادي كامل، وما حبيتهوش خالص عليا. في منه ابيض عند منة، بس انا الاتنين ما حبيتهمش عليا خالص. تمام. في استك هنا اهو شفاف شويه. البيك سايز القمر ده بتاع ماما، بامانه انا بموت فيه ولبسته كتير جدا اكتر من ماما نفسها. هو بس هنا ده شيفون، قصدي مخرم، التخريمات دي مبينه ايدي اهي باينه. تمام. فلازم يكون تحتي حاجه، وهو اصلا صوف ينفع في الشتاء وبيدفي قوي، ما بحسش بالشتاء خالص. كل اللي محتاجه بادي يكون مغطي كل الصوف كل الفتحات اللي متفتحه دي، كل ايه اسمها ايه، فتحات والله، هي خرام تقريبا او فتحات. المهم ان هو قمر. ركبت تاني مره. مش من الطبيعي خالص ان انا اجيب جلاليب الصباحيه، او مثلا جلاليب اللي هي بتاعت الافراح دي، في او مناسبات يعني، في هدوم. بس انا بجد بحب الجلابيه دي، والله بحبها قوي. هي فراشه وايديها كمان نازله لحد تحت كده. انا لبستها في عيد ميلاد ماما قبل كده، بجد انا بحبها قوي وليه معايا ذكريات حلوه والله. وكذا حد لبسها اصلا في البنات اللي بتتجوز والكلام ده. من جوه هنا بحزام بيتربط على البطن، بجد يا جماعه بتحلي الجسم وبتحلي الشكل، ولونها قمر قوي وحياه ربنا. اصفر كده مبهج مبهج خالص. العدسي. العدسي بقى انا فاكره كويس قوي ان هو طلع موضه 2019. تمام. قعدت لابسه اللبس ده اول ما طلع فتره من عمري كبيره. عمري ما كنت اتخيل اصلا ان انا اجيبه وممكن احبه كمان والبسه فتره كبيره كده، ولكن ده اللي حصل. هو جاني هديه في العيد، وبعدين قعدت لابسه شويه، بعد كده خلاص بقى كنت اتضايقت منه، فكنا بنبيض الشقه اللي احنا فيها مؤقتا. ده اللي حصل. مش عارفه باين ولا لا موضوح، ولكن ده لا، ده هنا بقى لا باين باين. باظ يا حبيبي بجد والله. انا بس هقول لكم، انا من النوع اللي لما باخد ذكريات كتيره من الهدوم خلاص بمل منها، اللي هو مثلا بكرف لها. تمام. فده لما حصل له كده بقى خلاص، كنت انا اصلا شبعت منه وخدت منه ذكريات كتير، رحت بيه اصلا اماكن بحبها وخدت منه كذا ذكرى. بس هو على فكره كل حاجه فيه سليمه، ولا قطع ولا خربوش ولا اي حاجه. هو بجد يعني البيوض هو اللي بوظه. لو ينفع والله بجد يعني، لو ينفع اصبغه. حتى بصوا الكلمه البتاع ده اللي عليها ده مفيش فيها غلطه، السوسته مفيهاش غلطه، كل حاجه فيه مفيهاش غلطه ما عدا الالوان اللي باظت. لو ينفع يتصبغ هرجعه كما كان او بلون تاني خالص، هيبقى حلو قوي. جبت العدس في الصيف اسكت؟ لا، جبته في الشتاء. بس ده ميني دريس يعني، باين تقريبا طوله ميني دريس. تمام. ثواني. الكم واسع، وهنا في كده مش عارفه اسمها ايه دي، بس زي كسر كده تحت الصدر. ثواني امسك دول اهي. هو اصلا كذا كذا طبقه، مش كذا طبقه، اللي هو عارفين انتوا الكسورات دي، يا رب تكون باينه هنا. كسورات كسورات كسورات. نفس الكلام من الكم برضو كسورات كده. لطيف لطيف خالص، بحبه بصراحه. بس برضه لبسته كتير يعني، بمل والله من الهدوم، بس بحبه يعني، ده ما يمنعش اني بحبه. انا من النوع لو جبت لون ما بحبش اكرره خالص خالص. بس ده يعني في عيد ميلادي، هو اصلا توينز، ليه هنا كده قطعة تانية بيج بتبقى بكم، عشان هو اصلا القطعة واحدة. فعدسي برضو ابيض في اسود او بيج في اسود، نفس الدرجة بتاعته دي، الهايكول اللي كامل والدريس كامل. تمام. حلو والله، وكان لطيف، وجاني قبل عيد ميلادي او في يوم عيد ميلادي ولبسته في عيد ميلادي، وخرجت بيه كذا خروجه، واخده معاه ذكريات كتير وبس. ميني دريس بس بتاع يايا، ده يعتبر شيفون شويه، مكنش المفروض ابين بس مش مشكله. ما علينا. في استك من هنا، مش حاجه بس استك بسيط بسيط. بس انا ما بحبش الحاجه اللي بتبقى فيها كسرات من تحت، بس بامانه حلو عليا في اللبس. لبسته وخدت منه ذكرى صوره. في معاه حزام، ثواني اقرب. في حزام هنا، بس احنا بنربط الحاجه من ورا، مش عارفه اكتر بكتير ما بنربطها من قدام. تمام. بسيط خالص. وعلى فكره مش شفاف، هي بس الفتحات لازم الواحد يلبس تحتها كويس عشان ما يبقاش ايه جسم عريان، ولكن مش الخفيف اللي هو زي الشيفون، لا خامته كويسه قوي. العدسايه القمر دي بتاعت منى برضو ميني، بس هو مش فستان، لا هو بتاع دوت زي تقريبا شميز او حاجه بيتفتح السوسته. مكسر جدا جدا فوق ما تتخيلوا. خامته مش الطف حاجه خالص، خفيف قوي. زي ما باين، لا التكسير باين والله، ما محتاجه اوصف يعني. تمام. بحزام من هنا بيتشد كده بيبقى ارفع، يعمل وسط، بيرسم الوسط عموما. كابيشو من هنا. ايام ما كنا رفيعين كان بيبقى حلو قوي علينا، لكن دلوقتي بجد هو ضيق جدا. احنا خلاص اصلا هنتبرع بيه لحد يستحقه احسن مننا يعني.
تمام. بس هو لطيف والله، وكان لينا ذكريات معاه حلوه ومصوره بيه كتير. البلوزه القمر دي هي مش طويله قوي وبرده مش قصيره قوي، تمام. حلوه في اللبس بصراحه. في هنا 3 درجات للايد، وفي هنا حزام، مكان حزام يعني ممكن يتحط يتربط كده، تبقى من هنا محطوطه بحزام كسر الالوان. بس هي اصلا شكلها حلو في اللبس يعني، انا معايا صور ليها تحفه حلوه جدا. 3 زراير من هنا، مفيهاش وصف كتير غير انها خفيفه شويه، تتلبس في عز الصيف. فبس مش محتاجه، هي مش شيفون، مش مبينه الايد ومش مبينه حاجه في الجسم، مش محتاجه حاجات كتير، لطيفه. البتاع ده اول ما ماما جابته كانت مسميه فرافيرو، عشان هو شكله كده بالظبط، اللي هو فراشه خالص. تمام. في هنا شريط، بس يا رب اعرف اجيبه، يا رب اعرف اجيبه. والله في شريط هنا كده، مش عارفه اجيبه حاليا يعني. المهم ان هو بيتربط من ورا، ودي بتبقى متقسمه قوي على الجسم، وكل ده بيبان. تمام. في كسورات كتير قوي، حرفيا البتاع ده على اي حاجه بنطلون، هو ده طوله، على اي بنطلون ميني دريس مش دريس كامل، على اي بنطلون او دريس او اي حاجه بسيطه كده بيظبط امه وبيطلعه ستايل تاني خالص. بالذات الدرجات الزيتي ينفع في المناسبات عشان اللولي الكتير اللي هنا اللمعه دي، وينفع في حاجه خروج عاديه خالص. مفتوح من هنا، فلازم يكون حاجه اللي تلبس تكون بكم باسوره. الاسوره اهي، وده كله مفتوح. تمام. كيوت خالص وشيك قوي ولطيف، وبيودي الطقم في حته تانية خالص. العباية القمر دي تحسوها عبايات ملكي، اقسم بالله ملكة قوي في نفسها لما تكون واحده لابساها، خصوصا ان ده الكم والحزام بيقفل من ورا بتاع الجلابيه، بعدين تحط دي بقى، فهو كده اوريدي متكسر من هنا من على البطن، والصدر مظبوط وكل حاجه مظبوطه. بصوا بقى المنظر، فراشه فراشه طايره في السما، بجد شيك قوي في اللبس. دي عبايه دي جبناها باختيارنا لماما في خطوبه ميار، عبايه كامله حلوه قوي قوي قوي، تنفع كل المناسبات وتنفع كل الاعياد، حقيقي فراشه فراشه وهي لابساها يعني، شيك جدا جدا. البالطو ده انا جبته قريب قوي، مستورد بصراحه، التصوير ظلمه جدا، في اللبس تحفه تحفه حقيقي. آه، بعيدا كمان عن التصوير ظلمه، انا ندمانه ان انا لبسته في بيت بابا، ما خدتوش لجهاز على طول. التريال بتاعه حلو جدا، خصوصا ان هو مستورد اصلا. تمام. هو كده من بعيد وادي كده من قريب، من جوه تحسه ستان. ده حزام المفروض، بس انا مش حاطه فيه حاليا. تمام. وبيتقفل، ينفع يبقى مفتوح باتنين جيب، من هناك جيب برضو، مساحته كويسه جدا جدا، بيدفي في عز الشتاء كويس قوي، على كان طقم في الصيف مش اللي هو تقيل لدرجه انه ما يتلبسش حتى في الصيف، لا حلو برضو في الصيف، والوانه فاتح وخفيف كده ولطيف. بالمناسبه ده اول حاجه زيتي في حياتي جبتها، برضو التصوير زلمه، والله حلو قوي. هي عموما دول اتنين بيتحطوا كده، بيبقوا ساقطين شويه من على الكتف، تمام كده. تمام. اما بقى دي بتبقى باينه مفتوحه، فلازم بادي مقفول او بادي طويل بكم شويه او بتلات ارباع كم. دي بيج سايز من هنا كده، نازله على واسع قوي. تمام. مع اللولي كان المفروض في استك هنا، بس برضو الماتيريال بتاعه مش الطف حاجه، طولها مناسب جدا. كنت بلبسها على طرحه بادي اصفر كريمه، قافل كل الجزئيه دي والجزئيه دي، وطرحه صفرا وبندانه صفرا وطرحه زيتي، وبنطلون جينز، وعندي برضو كان كوتش زيتي، بجد كان الطقم بيبقى تحفه وكان مكسر الدنيا، وعندي ذكريات منه كتير حلوه. الشماس ده كان تاني حاجه جبتها، التاني انا جبته في 2019 تقريبا او 2017 18، كان مع الطقم الكشمير، كانوا الاتنين في نفس الوقت بتاع العيد. ده تاني حاجه في حياتي جبتها، برضو كان عاجبني قوي. بصوا انا مش عارفه اوصف، بس هي الماده بتاعته اللي هي كده دي، عارفين انتوا اللي هو بيشد مع الجسم، اللي هو ايا كان حجمك بيمشي معاكي، حلو قوي قوي بجد لطيف. ينفع بقى يتلبس بكم تحت حاجه يعني او فوق حاجه، بس هو لا، هو اكتر حاجه تبقى تحت طبعا، قميص يعني بيبقى تحت الهدوم، لطيف لطيف والله بجد. ولاني بقالي كتير جدا ما بلبسش زيتي، يعني اللي انا وريتهم لكم في الاول دول كلهم ما بلبسهمش دلوقتي بقالي فتره كبيره كبيره، فانا يعتبر لسه شاريه ده. حلو في اللبس، بيج سايز زي ما هو باين، طوله مناسب جدا. حتى الفتحتين اللي في الجنب دول، هي مش فاتحه بمعنى فاتحه، هي زرار لامم نص الشميز كده لحد فوق شويه. تمام. حلو قوي. وانا اصلا جايبه درجه بنطلون قريب جدا بالدرجه دي اللي هي البيج دي. تمام. بيبقى تحفه عليه،
مع اي بادي بقى، قط او بنص كم او حتى بكم، ايا كان درجه لونه، زيتي او ابيض او اسود او حتى بيج، بيبقى عليه تحفه. في تيتلز هنا كده، يعني مثلا بجيب صغنطط بس معاه حديده كده، نفس الكلام الناحيه دي. التيتلز دي بتخلي شكله مختلف تماما عن انه يكون مشجر فقط. تمام، كله زراير، اقدر اقفله واقدر اخليه مفتوح، بس انا بصراحه بلبسه مفتوح اكتر. الميني دريس ده طوله، تمام، هو جلد مقلوب، التيتلز اللي فيه بسيطه خالص، يا دوبك هما دول. تمام، كوليه بقى يمشي، ساده برضو يمشي مع طرحه بتاع دوت سبانج، او اللي هي اسمها طرحه المرفوعه لفوق. تمام، رقيق خالص. الجلد المقلوب هو بيبين حاجات اللي هي تحس ان حاجه موجوده بس هي مش موجوده. تمام، لطيف قوي في اللبس على فكره، وبيدفي كويس جدا. الجاكيت الصوف ده بصراحه هو بتاع اختي الكبيره، هو مش طويل قوي ولا حاجه، قصير شويه. الديتيلز بتاعته من هنا ان هي تجزيله رفيعه على تجزيله من تحت الوسط، من تحت البطن كده، عريضه. تمام، الديتيلز اللي هنا برضو ان الكم نازل على واسع شويه. تمام، نفس الكلام على الياقه، نازله على واسع قوي. باينه؟ مش عارفه باينه ولا لا، بس هي نازله على واسع جدا. الزراير بتاعته عريضه بالعرض ده، المفروض هما 4 أعتقد، وفي زرار تحت خالص واقع هنا. تمام، بس حلو أوي في اللبس، بينفع جدا في الليالي الشتا القارصة. الصوف بتاعه حلو، بيدفي. الجاكيت القمر ده جينسي في شيفون زي ما هو باين. منه فيه درجة الزيتي بتاعته جميلة بصراحة، الدرجة دي أنا بحبها أوي يا جماعة، والله هي الوحيدة اللي كده مختلفة، فحلو جدا. كسورات كده من ورا، صراحة ملبستوش ولا مرة، بس مستنية ألبسه في يوم يكون مش شبه الطقم، يعني هو اصلا هيخلق من الطقم طقم، بس مش عارفه ايه اللي يتناسب معاه اكتر من انه هيكون زيتي. البلوزه دي اللي هي بيج سايز برضو درجه من درجات الملوخيه تحسوها كده، بس والله في اللبس حلوه جدا. هي قصيره من قدام وطويله من ورا، فيها شويه كسورات هنا كده، يا رب تكون باينه. تمام، حلوه قوي قوي قوي. لو اقول لكم ان انا عندي واحده زيها لونها ابيض، دي بتاعت يورا اصلا، بس انا بلبسها وبحب اللطافه اللي فيها. تنفع بقى في الليل الحر المميته، حقيقي مش هتحسوا باي حاجه لانكم لابسين عباره عن شوال، عباره عن كده، يا رب تكون باينه. بصوا قد ايه، فمش هتبين اي حاجه من ملامح الجسم، وحتى القصر بتاعها طولها من ورا مناسب لاي بنطلون، من قدام لا مش مناسب، فلازم يكون يا اما بيج سايز، يا اما بنطلون وتحتيه، يا اما قصدي جيبه ضيقه زي اسمها سكين، او اللي هي سكين، لا مش اسمها سكين، اسمها ايه، اسمها صك. تمام سكن دي بشرة، جيبها صك، او الفستان مثلا قط او حاجة، خصوصا لما يكون اللي هو الشيفون القط. تمام، ده بقى لازم يكون مثلا يا بنطلون بيك سايز، يا اما مثلا بتاع دوت فيه تلبيسة بادي او جيبة القصيرة بتلبس تحت الهدوم. تمام، والوسع بتاعكم لا كويس، مش ضيق، مش واسع قوي يوقع الايد كده، خارب الدنيا يعني، لا لا لطيفة خالص. ده اخر حاجة جبتها يعتبر زيتي، يعني لسه جايباه قريب قوي. تمام، هو الجاكيت ودي جيبة. تمام، بالبس الجاكيت لوحده احيانا كتير، والجيبه اهي زي ما هو باين. ادي الجاكيت كمان من ورا، هو الطقم ده طلع قريب قوي بكذا لون، كان في منه الاحمر والازرق والزيتي والنبيتي، وقصدي البني، بس دي اكتر درجه عجبتني. للمعلومه برضو اللون من تحت حلو قوي على فكره. لقيته النهارده والله في فتره العيد، كان باين برضو، يعني لما نزلت خرجت في العيد كان في ناس لابسه حاجه شبه كده، بس بقت كامل مش جيبه بس. البتاع بتاعته الاسوره بتاعته واسعه قوي، دي اكتر حاجه مضايقاني فيه، وطوله برضو اطول مني لان انا اللي قصيره، لكن هو تحفه تحفه تحفه. عنده بادي كده قب قصير، قصدي قط قصير، والجيبه بتدخل من فوق، والحزام من النص، حلو جدا. انا متصوره بيه كتير وخرجت بيه في كذا مناسبه، بس بجد بحبه وذكرته معايا جميله، لاني اصلا كنت جايباه لعيد ميلاد خطيبي وجبت له طقم نفس الدرجه. والله انا ما عارفه ده تركواز ولا منت جرين، بس اللون ده يعني موجود عندنا كتير قوي كده في البيت. ابو ورد ده شكله لطيف، هو نفس الخامه الفيزون اللي كنت بتكلم عنها، بس برضو من النوع اللي هو بيمط زي البلوزه اللي انا وريتها قبل كده الصفرا في اللون الاصفر. تمام، فحبتهاش كتير، هي اصلا بتاعت منا، بس هي جابتها لي ان هي مش عاوزاه خلاص، بس ما بلبسوش كتير والله، يعتبر ما بلبسوش اصلا. يلا نفس الكلام بالظبط، بس برضو ده باظ بسبب اللاكيه. اللاكيه هنا مبهدل الدنيا ومشبع الدنيا. الاستيك ده
بصوا عاملين ازاي، خلاص ما بقاش ينفع، فاهمين؟ بس والله احنا لو اهتمينا ببادي كامل بكم واهتمينا بالاستيك هينفع، واللاكيه بس هو اللي هيبوظ الدنيا. تمام. واستيكه من هنا كويس قوي، خامته كويسه شويه. البتاع بتاعت الحزام، حزام ابيض او اسود كامل مش ميني، طبقتين مش طبقه واحده. وصيفي اللي هو اسمه ايه، مبذر، ده مش عارفه اسمها ايه الخامه المبذره دي، بس لطيف. والتبذيره بتاعته مش اللي هي العريضه، لا الرفيعه خالص. لبست قبل كده كتير. تاني برضو نفس الحوار، بس ده نصين. حاجه لطيفه ان هو يكون نصين، بس يا جماعه هو ضيق قوي من هنا جدا، بارز كده، وبيبرز البطن من الحته دي، مش عارفه ازاي. من الطبيعي ان هو المفروض نازل صك فيبقى ناشف، لا هو بياخد وضعيه الجسم ايا كانت. في بقى بطن ما فيش بطن بياخد وضعيه الجسم. بتهيألي في هنا جيوب، انا فاكره حاجه زي كده، كنت رايحه بالمستشفى وعرفت ان هو في جيوب من هنا. النظام بتاع الزرار ده لطيف 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 خالص. والشيفونه دي بصوا عاملين ازاي، اللي هي نازله لتحت شويه، متكسره من هنا 3 4 كسرات، سايده من هنا خالص. الشيفونه بتاعته هنا في الكم طبقه واحده مش طبقتين زي الستر، وفي استك من هنا بسيط، بس خامته مش حلوه عشان كده ايه. الاستكه بتاعته بصوا قد ايه، مش اللي هي مقفوله، لا واسعه قوي، يعتبر اصلا مفيش استك، لا والله في بس بايظ. تمام. لبسته، خد منه ذاكره بسيطه خالص، احتمال البسه تاني، اخد منه ذكريتين وبعدين اسيبه. الصوت القمر دي بقى قطعتين. الجاكيت ده ممكن يتلبس لوحده، تمام، والقطايه دي تتلبس لوحدها. يا رب تكون واضحه، ما هي كده اوضح بكتير. تمام. اما الجاكيت برضو بلبسه احيانا لوحده على دريس او على بادي وطويل شويه. وعندي انا بنطلون حاجه تانية خالص هبقى اوريها لكم برضو، هي قصيره الجاكيت قصير شويه، ولكن السوت نازله لتحت، عارفين اللي هو حجرها ساقط كده. تمام. من هنا هي كلها من هنا اسمه، مش عارفه اسمه ايه ده، استك تقريبا، استك عريض. الخامه الاستك العريض دي حلوه حلوه حقيقي. اول ما جت من يورا لبسناها كتير كتير جدا، اول جدا. الجمبسوت المدلعه دي احنا كنا جايبين منها 2، اللي هو المنت جرين دوت، او اللي انا عماله اقول عليه مش عارفه اذا كان منت جرين ولا تركواز، سوري بس على الموقف نسيت اعمله قبل في التصوير. الاستك بتاعها ضعيف شويتين عشان كده بقى مفتوح. تمام. اهي في بنطلون اهو نفس الدرجه بتاعت ال اهو. والفيونكات دي انا اللي بربطها، مش هي اللي بتبقى متخيطه رباط. دي منها فيها خفيفه شويه بس تنفع في اللي هي الحر القارصه. تمام. هي اسم الخامه بتاعتها، ايه يا يارا؟ سواي بس بحبها. والكحلي بتاع يارا برضو لبسته كتير بصراحه، يعني ما لبستش المنت جرين بتاعي بس. والله انا ما قادره افهم منت جرين ولا تركواز. قلت لكم قبل كده انا ما بحبش الالوان الكتير بزهق وبمل. بس دي اصلا هي كده، يعني هي قطعه والتانيه لازقه فيها، منها فيها على طول. تمام. ادي الفستان ميني دريس، مش فستان كامل، مش قط. تمام. حاسه ان انا تايهه بس شويه، مفيش حاجه هنا خالص، هي بس الشكل كده وخلاص. وبرده ده اللي هو يا منت جرين يا تركواز، اللي انا مش قادره احدد لونه، نفس الدرجات بتاعه التانيين برده. وهنا الشغل برده فيه كتير منت جرين على تركواز على بني على اسود على اصفر، فيه الوان كتير مبهجه كده، صيفيه جدا، يعني صيف بكل معنى الكلمه. بلوزه بيك سايز سنه صغنطوطه قوي دي، جميله بصراحه ولطيفه خالص. الايد هاديه، فيها 2 رباط من ورا كده بيروحوا مقسمين شويه على تحت الصدر على طول، بيظبطوا الوسط كده، وحركه كده سبورتي شويه، لطيف لطيف لطيف. الوان الصيف وبهجته. بيك سايز يعني ماما خلاص احنا اتعودنا، بيك سايز يعني ماما. بلوزه بيك سايز دي هي المفروض هيكون بس عليا انا بتبقى ساقطه سنه، بس والله بحبها جدا. ليالي الشتا القارصه بجري عليها اول واحده، لان كمان عندي درجه بنطلون بيتي كده شبهها، فبلبسهم هما الاتنين مع بعض بيبقى شكلهم لطيف قوي. حتى الفروع بتاعت الفرع الشجره حلوه قوي، وحتى ورقه الشجر تحس ان فعلا ورقه شجر. على فكره هي قديمه قديمه جدا، بس اقسم بالله قمر، يعني بحسها شتا. يعني التركواز ده يعني الدرجه دي اصلا من البلوزات يعني قديمه. حد متخيل ان اللون ده قديم والشكل ده قديم قوي؟ طبعا باين قوي ان انا غيرت المكان،
بس لاني انا اصلا بعد العيد عموما، بس انا كنت فاكره ان انا هخلص في نفس الايام بس ما لحقتش بصراحه. عموما الموف ده هي الحركه دي كده، انا مش عارفه اصلا ايه فايدتها. ومن فوق جينز باتنين جيب من هنا، آم، في استك برضو هنا. تمام. بصراحه حبيته وقعدت البسه فتره طويله طويله جدا. كان عندي كده بتاع برضو موف بلبسه من هنا على الجزء ده كله، كان بيبقى متغطي، والطرحه بصراحه كان بيبقى لطيف قوي في اللبس، بحبه جدا وليه ذكريات حلوه معاه كتير. كنت اشتريت ده عشان خطوبه بنت خالتي، بس ما لبستوش يعني، اتقال لي لا مش حلو ومش عارفه ايه وفي فستان احلى منه. بس هو في حركه وهي كده، هما التلات بتاعت دول لما لبسته بعد كده طلع لطيف قوي. في هنا برضو كلمات، ودول كانوا المفروض فيهم حاجه حديد كده بس انا شلتها ما بلبسهاش بيه كتير. في هنا لولي كتير، لولي الناحيه التانية برضو حبيته ولبسته فتره طويله من عمري. خامته اصلا حلوه، بيدفي شويه وناعم ناعم جدا. دول اتنين جم في نفس الوقت، ده وده. تمام. ده كان بتاع اختي بس هي الفتره دي مش عاوزاه، وده كان بتاعي انا بس انا خدت منه ذكرى قذره جدا بوفاه حد يوم ما لبسته، فبكرهه قوي. ولكن يعني ما اقدرش امنع ان لونه كان عاجبني في يوم من الايام. اللي هي مرات ميكي دي مش عارفه اسمها ايه، وده ورد كتير كده بس ما بنلبسهمش يعتبر بصراحه. كان في استك كده من على البطن ومن ورا نفس المكان، ورباط، ادي الرباط هنا وهنا. الكم كان باستك بس الاستك بتاعه كان انضف من كده شويه، لان هو اصلا يعني خامته مش افضل حاجه. فهم كانوا موجودين في فتره ما، واخده بالي انا من الفيديو كله موف او المقطع ده كله موف، فده برعايه الموفات يعني. القطايه الصغنطوطايه دي برضو كانت نافعاني في وقت ما. مهم. لطيفه لطيفه شويتين تلاته. كان تحتيها كده بيتلبس بادي بكم، والتركايه اللطيفه دي برضو طلعت في وقت ما. بس بصراحه ما بلبسوش بقالي فتره طويله جدا، مش عارفه البسه على ايه اصلا يعني. انا ما بقتش بلبس على القمر خالص، فحاسه ان انا عايزه ارميه او عايزه اشحته لحد يستفاد بيه اكتر. يا جماعه شايفين الستايل اللي انتوا كلكم دلوقتي بتقولوا عليه قديم قوي ده؟ هي فعلا بلبسها قديمه قوي، حتى اي حركه فيها هتشوفوها تلاقوها قديمه بالنسبه لكم، بس هي كانت مكسره الدنيا وقت ما طلعت. خفيفه وشفافه كمان شويه، يعني مش عارفه ايدي باينه ولا لا بس هي شفافه، مش الطف حاجه بس برايه الموف. التيشيرت القصير ده كان طلع فتره من الفترات موضه، كان بيتلبس على بنطلون اسمه بوي فريند. كانت قاعده فتره طويله التيشيرتات دي قاعده معانا يعني، والبناطيل نفس الكلام. هو مفهوش جيوب، هي شكل مش اكتر بس لطيف. قعدت بيه برضو شويه وبعد كده خلاص ما بقتش بلبسه لاني برضو تختخت بعد كده. البيج سايز يبقى ماما والله انا ما لبستها لحد دلوقتي، هي موف بس انا ما لبستهاش لحد دلوقتي من يوم ما جت. ماما قعدت لبستها فتره جميله طويله قوي، بس انا حباها، حابه ان انا البسها في يوم من الايام. انا رميها هناك هنا عشان خاطر عايزه ابين الكم بتاعها، مش عارفه ابينه. في فتحه كده من بعد الايد، مش من على الكم من هنا، لا من بعد، مش على الايد نفسها. في فتحية برضو هنا صغنطوطة كده من غير سوستة او زرار او اي حاجة. هي الشكل تنفع سواريه، تنفع بالنهار، تنفع في اوقات كتيرة قوي لان لونها مش مبين اللمعة اللي هي فيها قوي، بس بالليل تبان في اللمعة هنا كده، تبان بالليل. لكن بالنهار عادي ممكن تتلبس في خروج سبور كده عادية خفيفة، مشاوير بسيطة يعني. والله ما قادرة اوصف لكم هو ده مصنف من الابيض ولا مصنف من الموف. في هنا شريط عموما عشان بس بيبقى باين الاول، حزام كده منه فيه، مش متركب عليه، ده منه فيه. تمام. في بنطلون عندنا موف الدرجه بتاعته نفس الدرجه بالظبط، تمام، بنلبسه عليه او انا لبست الدرجه الموف بتاعه البنطلون على الجاكيت ده، على بادي ابيض. هو المفروض يكون قصير بس انا لبسته طويل طويل جدا لان ما كانش عندي الابيض نضيف وقتها. تمام. لبسه حلو في الخروج، حلو وامور بصراحه جدا. حتى الوردات دي جميله كده، لطيف قوي. هو مكسر دلوقتي جدا ولكن هو بجد في اللبس بيبقى شيك. كشمير القمر ده انا بحبه قوي بجد. هو طلع حوالي 2018 2017 والله ما فاكره، بس هو طلع موضه كده من فتره. مفيش حد فيك يا مصر ما كانش لابسه ومن ضمنهم انا. الشكل ده على شكل فراشه، فراشه حرفيا مفيش فيه هزار يعني. انا مش عارفه امسكه بايدي الاتنين بس والله هو على شكل فراشه. مع العلم في فتحه هنا كده، ثواني اهي، مش عارفه ثواني هجيبها من الناحيه التانية اهي كده، ومن الناحيه التانية نفس الكلام.
الفتحه برضو اهي، بيتحط حزام من هنا وبيجي من هنا، او بيتربط من ورا زي ما هو، بيعمل تقسيمه كده للجسم، وبرضو ليه قطعه تانية من تحت اهي. هو قصير قوي قوي بس تحفه. لما طبعا كنت رفيعه او كنت صغيره عن كده بكتير، يعني حوالي 10 سنين، يعني بتكلم في 10 سنين، كنت بلبسه كتير قوي. لونه جميل، واللولي ده كيوت قوي قوي بجد، ولطيف كده، وكان ينفعني في كل حاجه. لبسته فتره طويله قوي قوي من اول ما طلع عموما. صوف شتوي حرفيا جدا. كشمير برضو، كشمير قوي، اللي هو نفس الدرجه بتاعت التيشيرت التاني. ده استك. هي دي بتبقى قصيره عن البطن نفسها، مش مساله حاجه تبان. طبعا اكيد احنا محجبين فبنلبسه ايه، تحتيه بادي وتحتيه حاجات بكم وكلام من ده، ولازم تكون حاجه واسعه. في جيب هنا وجيب صغنطوطي برضو هنا. انا نفسي افهم هما ليه بيعملوا جيب صغنطوطه هنا، وده الجيب يعني ده اللبس نفسه مش جيب قصدي. وهنا في دي مش قادره اعرف هي ايه، يعني ايه لازمتها بجد، بتعصبني لما بكون لابساه، فما بلبسوش كتير بصراحه. بس بحبه يعني، ده ما يمنعش ان انا بحبه، ده ملوش علاقه بالحب. ده بتاع يايا، انا وهي جايبين زي بعض، بس انا كنت جايباه احمر ناري شويه، وهي جايباه درجه الكشمير دي. يا جماعه والله بجد هو مش ما بيبانش حلاوته غير في اللبس، يعني دي بتبقى جايه كده بيبقى حلو قوي قوي، وهنا في يونكه حلو قوي في اللبس والله، بس هو بجد التصوير ظلمه. وده استك قريب من الستين كده، يعني في لمعه قريب من الستان قوي، لكن هو مش ستان، انا ما اعتقدش ان هو ستان خالص. تمام، وخفيف قوي، يعني ينفع جدا في الليالي الحاره القارصه، ولكن ما ينفعش في الشتاء خالص. دي جيبه كشمير بس شفافة بطريقة غبية، يعني بجد مش طبيعية في الشفافية بتاعتها. يارا لسه جايباها قريب، مش قريب قوي بس يعني قريب من حوالي سنة، ما لبسناهاش يعتبر من يوم ما جت. لسه بقى بصراحة عايزة البسها، بس البس تحتها حاجة تكون تقيلة تقيلة، لان بجد هي شفافة بطريقة غبية، مش باينة في التصوير ولكن هي شفافة جدا جدا. تمام، شيفون خالص. الكحلي، الكحلي انا عندي ده شراشيب كده، على فكرة بعيدا عن هو شكله بيك سايز، بس هو بياخد وضع الجسم مجرد ما يتلبس، بيكون حلو قوي في اللبس. وهو هنا اصلا شبك جدا كمان، فلازم تحتيه تكون حاجة مقفولة. والكم بتاعه كده بالشكل ده، غير الكتف وغير ايه الدريس ذات نفسه، ميني دريس مش دريس كامل. وفي اللبس بيبان ان في حته طوال، اللي في النص قصير. انا مش فاهمه ازاي في اللبس غير الصوره خالص، وهو في اللبس كيوت قوي وحلو قوي، بينفع في كل حاجة وبيدفيه، بعيدا عن انه مخرم بس والله بيدفيه جدا. ميني دريس برضو بس رقيق خالص خالص صراحة، على بنطلون ابيض وهاف كحلي يبقى تحفة تحفة. وبرضو بيدفي، هما الاتنين شتوي، برضو بيدفي جدا، طبقته اصلا تقيلة جدا. جميل جميل قوي في اللبس، حتى التجزيلات اللي فيه الرسومات دي حلوة. دي شيفون شفافة، انا اعتقد ان صباعي التاني اصلا باين من الناحية التانية، يعني بصوا هنا وادي صباعي باينه. تمام، تحفه تحفه في اللبس. برنسس دي انا مش هجيبها كتير لان هي باظت من الكلور قريب قوي يعتبر الفتره دي، بس اقسم بالله انا بحبها بطريقه، وليا معاها ذكريات جميله كتير كتير، فعشان كده مرضتش بصراحه الفيديو ده يكمل من غيرها. هي لطيفه وجميله، وحاليا انا بقيت بلبسها تحت الهدوم لانها بتدفي جدا. الميني دريس القمر ده يا جماعه اقسم بالله في اللبس خرافه خرافه. بصوا هي دي منه فيه، يعني دي ما بتتشالش. تمام، بس هنبص هنا هنلاقي فيه استك على الوسط متقسم على الجسم، بيخلي الجسم مرسوم بزراير من تحت، مش كامل ومش قصير، لا حلو، ينفع يتلبس مثلا من غير بنطلون لو البنت قصيره. تمام، دي بتتحط كده على الكتف، يعني بتتلبس، ودي بتبقى محطوطه على الكتف من فوق، بعد الكتف للدراع، تعمل شكل كده. والقطايه دي طبعا لازم بكم قمر قوي. هو بصراحه كان في زرار هنا اعتقد بس هو وقع، بس انا لبسته قبل كده كذا مره ولطيف لطيف 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 لطيف. عملت مصيبه يوم ما اشتريته لاني ما قستوش. تمام، طلع ضيق جدا جدا، يعني بصوا هو كده تمام، بس دي مفتوحه، يعني الجسم بيبقى من هنا. ثواني بس افتحها اهي كده مفتوحه كلها، وخامته حلوه قوي، كل حاجه فيها حقيقي لطيفه، بس ضيق كل حته في الجسم خصوصا الهانش بتبقى بارزه جدا جدا. فانا عملت مصيبه ان انا ما قستش، وعمري ما هكرر المصيبه دي تاني، هو كده على طول.
انا على امل اني اخس والبسه ان شاء الله حتى لابسه، لان بجد كان عاجبني بعد ما اشتريته او ساعه ما كنت بشتريه. يا اما اشحته او ابيعه، لان انا بصراحه ما استفدتش بيه في اي حاجه، ما لبستوش خالص والله. يا اما هبيعه يا اما هشحته. شايفين ده؟ شفتوا اللي انا قلته؟ نفس النظام بالظبط. عملت نفس المصيبه، هو انا الاتنين اشتريتهم من نفس المكان. عملت نفس المصيبه برضو، ما قستوش وجبته وجيت على البيت بقيسه، لقيت الجزء ده يعني على قد ما هي مثلا استك والاستك بتاعها كويس، بتطلع ضيقه بطريقه. الجزء ده بيبقى ضيق جدا جدا في اللبس. عارفين منظر مش لطيف خالص خالص، مش مستحب نهائي. برضه انا على امل يا اما اخس يا اما اشحته او ابيعه، لاني والله والله يا دوبك اللي هو حطيته على جسمي اقيسه لقيته مش مستلطفه خالص اخرج بيه، فنزل يعني قلعته وسبته. هما دول زراير بس انا مش عارفه اقفلهم بايد واحده. وده لونه كان عاجبني جدا اكيد لما اشتريته، وهو كامل مش ميني، والتاني نفس الكلام برضو كامل مش ميني. برنسس كان اول واحد كحلي جبته في حياتي، ده تاني واحد كحلي جبته في حياتي. اقسم بالله انا ما شفت دريس بالجمال ده. هو ميني، لما كنت بلبسه ما كنتش بحس بجمال اكتر من كده. يعني بصوا عموما فتحتين من الجناب، فيزون، الخامه فيزون زي ما قلت لكم. فيزون قبل كده قلت لكم ان هو بيعرق من هنا، دي مشكلته، يبقى فضيحه حرفيا سواء غامق او فاتح. في الاسود بس ما بيبانش، كل كلمه فيه واضحه، حوار كله ميكي اساسا، قصه ميكي يعتبر او قصه تخص ميكي. لطيف ولبسته كتير وخدت منه ذكريات كتير وبحبه جدا جدا. بس خلاص مش هلبسه تاني لانه بقى ضيق، انا خلاص كبرت عليه. برضو الفيديو ده الفستان ده جوزي اللي جايبهولي. على فكرة هو حلو قوي والله يا جماعة، والمصحف مش عشان بس جوزي اللي جايبه، لا حلو لطيف. معاه حزام ابيض بتلبس عليه، فتحة الحزام اهي، حلو جدا. الكواليتي بتاعته تحفة. استك كذا طبقة مش طبقة واحدة. يعني في ثواني بس ما اعرف اعملها على طول، يا رب اعرف اعملها بسرعة. اهي كده اهي. ايوه فاكرة نفسي غلطت بس انا متأكدة ان هو طبقتين. بسوسته من ورا، حتى سوسته قمر. والمصحف بحس ان هو بيهتم بالتفاصيل دي قوي يا جماعة. حلو قوي. دي بس هي اللي طبقة واحدة لكن كله طبقتين. جميل جميل جدا بحبه. والحزام بتاعه ابيض تحفة، بس انا مش لاقيه حاليا. هو انا كل الحزامة مش لاقيها عموما. المفاجأة انا اصلا شارية ده الفستان ده العيد ده، الكحلي، كحلي في ابيض بفيونكة كده من ورا، حزام عموما تمام. بحسه حوامل قوي بس والله حلو جدا في اللبس. الزراير اللي فيه دي شكلها حلو قوي بصراحة، لطيفة، لطيف لطيف لطيف. فستان القمر البيج ده جوزي اللي جايبه لي حبيبي، ربنا يهديه ويصلح حاله. باسوره، بس مش اسوره استك ولا حاجه. من هنا برضو بحاجه كده انا مش عارفه اسمها ايه، المهم ان هي حاجه ماسكه هنا، وفي فتحه واخده معاها فيونكه من نفس درجه البيج بتاعه الايه، بتاعه الفستان تمام. بلبسه، بلبس عليه كل ايه ايا كان، بس بيكون طويل شويه، بيبقى حلو قوي قوي في اللبس. معاه حزام تمام، والبتاع بتاعه الحزام اهي. هو جاي من حوالي سنتين بس بموت فيه بجد، بلبسه كتير قوي او لبسته كتير جدا. طوله حلو، خامته حلوه جدا جدا. يعني في الصيف بس مش شفاف ولا خفيف، لا حلو جدا، خامته تحفه بجد. ومش بس عشان جوزي جايبولي والله بجد مش قصدي، بس انا بحبه وعلى فكره مفيش مشكله، بحبته عشان جوزي. يعتبر ده اول حاجه بيج جبتها في حياتي. بصوا هفهمكم، هو كده، هو بصوا المنظر ده على هيئه فراشه، نازل بالطول من تحت بس تمام. بجد كنت بحبه في وقت ما بس ظلمته، ما اتصورتش بيه كتير، فرحتش بيه كتير. يعتبر كنت لسه صغيره. في كده وفي فتحه فين، في انهي جنب يا ربي، في الجنب ده اهي تمام. بناخد فيها الخيط ده جوه كده. ثواني يا رب بس هسرع بسرعه. اهي طلعت من هنا كده تمام. ودي بتلف الناحيه التانية اللي هي دي كده. من ورا بقى بنعمل ايه، فيونكه. بنعمل من هنا فيونكه، بيكون شكله من قدام احلى من كده بكتير في اللبس تمام. هو حاليا طبعا ضيق جدا جدا فوق ما تتخيلوا، وانا بجد مش قادره اتقبل فكره ان انا ظلمته، بس صعبان عليا لان بجد كان حلو في لبسه. لكن دلوقتي بجد هو ضيق وما ينفعش يتلبس كتير. مع العلم هو شفاف خالص شبك، عايز حاجه تكون طويله شويه لحد هنا لان الفتحه دي مفتوحه من الفخذ بالظبط. يعني سوري على كلمه فخذ لو هي عيب يعتبر، ولكن هي الفخذ من اول بصوا باينه اهي. يعتبر هيبقى حاجه على القمر، لو ملبوسه على القمر مش هتنفع خالص. فلازم حاجه تكون ماكس شويه بس ما توصلش للديل عشان هو يبقى باين جماله.
تمام. انا ظلمته لاني ما اتصورتش بيه كتير، بس بجد بحبه يعني جميل. السوت القمر دي بصوا هي مش ماكس، هي ميني تمام، بس البنطلون التحفه بتاعها حلو قوي. عامه هي خامتها سواي. ده ذوقي انا، بس دي هديه محمد جوزي لعيد الام لماما. تمام. ثواني، فين اهي. تمام. دي تتعمل هنا وبتتربط من ورا او من قدام، ممكن الجاكيت لوحده، ممكن البنطلون لوحده. بس بجد هي جميله جميله جدا، وفي اللبس طلعت تحفه ولايقه جدا على ماما، واكيد اكيد اكيد انا هلبسها. البلوزه الرقيقه دي حلوه، بيج برضو كده، هي تحس انه الجزء بتاع البيج. تمام. في هنا كسره تعمل الفرق بين الاتنين، والنازل على واسع كم. المفروض ان انا حاسه يعني ان المفروض دي تبقى اسوره، بس هي مش اسوره، هي الشكل ده بس. قصدي اسوره باستك، يعني المفروض تكون ضيقه اعتقد، بس هي مش ضيقه لا. بالرقه دي ما فيهاش شغل كتير، مش قمر ومش طويله. السويت شيرت الشتوي ده جايني في عيد ميلادي هديه، بيج سايز بس مش قوي، حلو عليا بصراحه، في اللبس بيبقى باين اكتر، الملامح بتاعته بتبقى احلى بكتير. كابشو من هنا كيوت وبيدفي بجد بجد، يسلم لي اللي جابهولي جدا، بحبه قوي بصراحه، خدت معاه ذكريات كتير. اللون البرتقالي ده هو برتقالي محمر شويه، فانا مش قادره افهمه ولا احدده بصراحه. هو عباره عن ميني دريس، مش دريس كامل، بس بصراحه ممكن البسه كامل ومثلا عليه هاف، لان بتبقى مثلا جزء صغنن قوي باين منه. انا مش لازم محجبه حجابك كامل، فبلبس ده عادي انا بخرج بيه كده. لا بس ممكن كتير كتير كمان، مش ممكن، بس من الاوقات بلبس تحتيه بنطلون. تمام. هو مقسم 3 درجات. بص هقول لكم، انا اللي جايبه لماما في عيد الام وبلبسه منها وحياة ربنا. الحته الزيتي في اصفر دي هي دريس كامل قط زيتي في اصفر، برباط من ورا ضربات، احنا اللي عاملينه في يونكا دي. بادي كارينا بقى ولا جيكت طويل، خلاص هو بقى كامل ايه، يتلبس بقى في ايام رمضان، يتلبس الايام العاديه. السبعة دي من غير زراير ولا حاجة، هي كمان مقفولة مش مقطوعة. لطيف قوي ومساحة، يعني قصدي خامته حلوة، ينفع في الصيف الحر جدا يعني. لطيف كده، بصوا كذا لون مع بعض مدرج كده كتير. حبيت اجيبهم الاتنين في مكان واحد في فيديو واحد صغنن كده، ايه، صيفي وشتوي. بس ده قصير شوية من ورا وطويل من الجنبين شوية، مش كتير، لانه ينفع يتلبس على القمر عادي، يعني مثلا تيشيرت تحتيه ويتلبس. اما ده شميز عادي خالص، ما فيهوش اي حاجة ملفتة. بيتعمل من جوه كده، مثلا في اللي هي الخيطة اللي بتبقى ايه، رابطة زرار من هنا كده، مش عارفة اطلعها ومش عارفة اتكلم بسرعة، بس اهي. اهي دي اللي هي بتروح ماسكة بقى ايه الزرار من هنا، ولو عايزين نشمره بنشمره. تمام. هي دي الحاجة الملفتة فيه، اكتر من كده لا. الزراير بتاعته بسيطة خالص، لونها مذهب كده، بلبسه على بنطلون وبادي، وممكن تحتيه بادي، وممكن اقفله هو وخلاص، ممكن اسيبه مفتوح. بسيط خالص، تقريبا سواي، بس يعني ايه اتقل شويه من السواي اللي ماير بتجيبهم دول، اللي انا وريتها لكم اكتر من مره. حتى في بدل برضو انا جايباها عن نفسي سواي، بس ده اتقل شويه، يعني ينفع يتلبس جدا لوحده او تحتيه بودي بسيط. ده الملفت فيه ان هو ايد وايد، يعني ايده كده من قصدي من هنا، ومن تحت باسوره شويه، سيبكم من الحته بتاعت البياض اللي مبهدله الدنيا دي. الاسوره دي لطيف خالص في اللبس على فكره. دي مدرجة كده على الصدر، مش مجرد ياقة، لا ده هي مدرجة شوية اهو. بيج سايز جدا جدا، عشان كده ما بيبانش فيه خالص الحتة ان هي دي قصيرة، وهي فعلا مش قصيرة اللي هي على القمر، او مثلا هاي ويست، لا كاملة. تمام. بتغطي يعتبر جزء من الهانش، ولكن مش على الاخر. لطيف وبحبه، وتقيل تقيل جميل قوي. والرصاصي غامق عن الرمادي العادي. تمام. نفسي افهم ايه الحركات دي، انا مش عارفه بصراحه، بس هي موجوده. وفي نقشه هنا كده باينه اعتقد، لطيفه، مش عارفه ليه واخد حته كده وحته كده. تمام. الاسوره كان المفروض باستك، بس الاستك بتاعته ايه، بصوا بقى عامل ازاي كده، مش استك اللي هو مقفول زي ما كان. لطيفه بصراحه، تنفع، بس كانت تنفع ايام واحنا صغيرين على القمر، دلوقتي لا خالص، ما ينفعش على القمر نهائي، على جيبه او دريس ساده. ندخل على الجزء بتاع جاكيت الجينز، وما أدراكم ما جاكيت الجينز. الفيديو ده شوية مش طويل، بس مش قصير يعني أمانة. هو بسوست على جنب، بس أنا مش هقفلها عشان هبين لكم لو هو مفتوح بيبقى عامل ازاي.
تمام، هي دي بتيجي كده ثابته، لكن دي بتتحرك زي الياقه، بتبقى شكلها حلو قوي على فكره. هنا في مش عارفه اسمه ايه دوت، والله انا ما عارفه دي ايه لازمتها، حقيقي نفسي اعرف يعني. بعد كده في الزرار هنا برضو مش عارفه ايه لازمه اصلا المكان اللي يتحط فيه الزرار. وفي هنا جيب بيبي، جيب كده زغنطوطي خالص وخالص، الناس كنت بحط فيه فلوس والله لما اكون خارجه عشان ببقى خايفه عليها قبل ما امسك الكروس. ف لطيف، كنت بلبسه على دريسات كتير كتير، اي دريس كات او اي دريس مثلا مش مرتاحه له يكسر اللون معايا، وكان بيفيدني كتير بصراحه، بحبه. القطايه الصغنطوطه قوي الفسفوسه دي برضه تنفع ان هي تكسر الوان، تكسر ديزاينات، يعني الحاجات الديزاينات مش عارفه يعني إيه جبتها بس مش مشكله. بس هو لطيف في اللبس. انا عايزه افاجئكم ان انا اصلا كان عندي وانا صغيره بدله اسمها بدله فله جينز. البدله دي يعني انا بعشقها. بصوا، هو يبان من بعيد جاكيت، خلاص الموضوع انتهى، لكن بجد في اللبس تحفه تحفه فنيه، يعني تسلم ايد اللي اخترعه. الاستيك بتاعه الكواليتي بتاعتها تحفه تحفه. يا جماعه ما حدش يتريق على حروفي، انا ما اعرفش هي بتطلع كده ايه، وبالذات لما بكون بصور والمصحف انا لما بتكلم عادي الكلام بيطلع مظبوط. الجيب الصغنطوطي ده مش جيب، ده هيئه جيب. نفس الكلام الناحيه التانيه، ده مش جيب. باينه، تصدقوا ان انا مش واخده بالي ان هي باينه. ماشي، ما علينا. الزراير بتاعته حلوه ما شاء الله، حتى خامتها جميله. بتاع يارا، بس انا لبسته منها كتير بصراحه وبحبه جدا. الياقه بتاعته معضله كده شويه، بتعمل عضلات شويه لانها ما شاء الله قلبوزه، ولكن هو في اللبس حقيقي ممتاز. السداري ده طلع موضه من 2005 2006، اهو 2000 حاجه من الصغيرين قوي دول، تمام. بامانه يعني بجد كان مكسر الدنيا، وكانت بنت عمي هي واختي كانوا قلبين عليه بيه الدنيا، وتحتيه جيميز بقى وبنطلون على القمر، وكان اصلا جسمنا لسه صغنطوط رفيع، فكان بيبقى حلو قوي. انا جبته من قريب، يعني من حوالي مثلا 5 6 سنين وما لبستوش، والمصحف ما لبسته عشان انا ولا عارفه البسه لان هو قصير قوي، واي شميز بيبقى مثلا طوله مناسب هو بيروح مبين لي بطنه، وانا مش موجوده قوي بالمنظر ده، ولكن مش عارفه البسه خالص. ندمانه ان انا جبته وبرده مش عارفه ابيعه ولا اتخلص منه، حاسه اني متعلقه بيه وعايزه البسه. امتى وفين وازاي اقسم بالله ما اعرف. هل هيجي اليوم اللي هلبسه فيه؟ برده ما اعرفش. طب هل انا عايزه منه ذكرى؟ برده مش عارفه. بصوا جاكيت الجينز ده، هو يعني كامل طويل بس مش للاخر، تمام. آم، انا كنت عاوزه البس ستايل معين برضو بجاكيت طويل جينز، اللي هو يكون بيج سايز، بس هو جه اوفر بيج اوفر قوي. دي واسعه عليا ودي طويله جدا. بس هل ده معناه ان انا ما لبستوش؟ لا طبعا لبسته واتمتعت بيه، ومعايا منه ذكريات كتير كتير كتير، وبيفيدني قوي في المصيف يا جماعه، اقسم بالله بيفيدني جدا. الجينز ما بيبصش من الميه، يعني بالنسبه لي انا ما باهملش فيه لدرجه ان هو يتهري ويتقطع والكلام ده. فبطلع من البحر ايا كان اللي انا لابساه بلبس عليه ده، انا لا بحس ببرد ولا بفضل اعطس وافضل اكح واتبهدل والمرمطه دي كلها، وبتدفى لحد ما اروح البيت حقيقي. انا فخوره بيه ومش ندمانه ابدا ان انا اشتريته. ده مش بتاعي، ده بتاع يويا، برضو جاكيت طويل بس مقطع، حرفيا هو مقطع من كل حته زي ما هو باين، مش محتاجه اقول، مش عارفه ليه. انا لبسته برضو على البحر بس كصوره، يعني خدت منه ذكرى مش اكتر، لكن انا لبسته وانزل بيه مكان وامشي بيه في الشارع لا، ده مش ستايلي ولا دي انا. فبالتالي انا ببعد عن حاجات زي كده، ما بعرفش بصراحه امشي بيها، اللي هو انا لا بدعي العري ولا انا هبقى ماشيه بيه عريانه، فبلبس تحتي حاجات لازم تقوموا ايه انا مش عارفه. ولكن ده مش معناه ان انا ما خدتش منه ذكرى، ومش معناه ان هو مش حلو في اللبس، لا بالعكس هو حلو جدا، بس ده مش ستايلي انا. فشكرا. اول فستان تايجر اجيبه في حياتي يعتبر. هو كان عندنا تايجر اكيد بس بتاع ماما مش بتاعي. ليه حزام يتربط من ورا، واستك من على البطن والوسط كامل، يعني استك لافف، تمام. دي بتتحط على البطن كده، بتداري الاستك خالص وبتلف، تعمل فيونك من ورا. بجد بيبقى شيك أوي في اللبس، بس مشكلته ان هو من هنا خفيف جدا جدا، تمام. الجزء ده بقى تقيل بطريقه اللي هو يموت من الحر، اللي هو لا انتوا فاهمين انتوا تلبسوه في الصيف ولا في الشتاء ولا نظام امه ايه. لونه حلو وكيوت جدا، بس طوله اطول مني بحوالي 2 عقله، يعني 2 عقله كده، تمام. فبيضايقني شويه، ما بلبسوش كتير بصراحه. الحته دي كمان تقفلها رخم شويتين، خشنه قوي فوق ما تتخيلوا، بتعور حرفيا وانا قاعده بيه في اللبس. ثواني اوريكم اوضح من هنا. كل ده خشن، كل ده خشن جدا.
فانا ما بلبسوش كتير بصراحه، يعني يعتبر لبسته مثلا مره مرتين وما حبيتوش قوي، عشان كده قليل اول ما بلبسه. يعتبر اصلا اديته لماما، مش عاوزاه تاني. الجاكيت القمر ده بتاع ماما، التايجر ده. بصي، هو تحس ان هو برنس، يعني هو بيتكلم عن نفسه في الجمال. بجد تونيك تحفه والله، حلو قوي. لونه قمر. هو انا حاسه ان انا لابسه جلد نمر مقطوع. بصوا الحركه دي بجد بتبقى مع الناس اللي هم الكبار دول، او اللبس بتاع ايام زمان. شيك قوي قوي، يخرب بيت الطعامه بجد. انا بحبه جدا ولبسته كتير. بس هو شتوي، يعني شتوي وشتوي تقيل كمان. فكوكو من ان هو يكون نفس الشكل، لكن والله تقيل. تقيل حلو قوي، لطيف لطيف، انا بحبه. تونيك برضو ماما برضو. الفرق ان هو اللي هو اسمه ايه، ترتر كده، اسمه افراح. اه، اللي هو برونزر قوي ده. بصوا مش عارفه، بس هو باين، اكيد باين يعني. لمعة تحفة. هو بتاع سواري، بس خلاص فهي سواري. عمالة اقول برونزر وبيلمع، بس هي اسمها سواري. هو تونيك سواري. عنده زرار هنا كده، وزرار وزرار وزرار. بس ينفع يتلبس مفتوح على جمب سوت اسود، هتلاقي جدا. ماما برضو. بس ده بقى شيفون شيفون، يعني اللي هو اعتقد باين، مش محتاجة اتكلم كتير، ايدي اهي باينة من فوق كده. تايجر خالص. مش عارفة ايه تايجر خالص دي، بس قصدي تايجر بالكتافات من هنا، يعني اللي هو اصلا النظام القديم شوية ده. بس لطيف قوي. في برضو حتة على الاسورة من هنا، ومن الناحية التانية نفس الكلام. بيتلبس عليها تحتها حاجة، وخلاص قلب الدنيا كده من سادة لتايجر. لطيف خالص، وبينفع في المناسبات ومن غير المناسبات كمان. واخر حاجة جامب سوت بتاعت يايا، بس انا بلبسها منها، يعتبر هي اصلا تقريبا مش عاوزاها وانا هاخدها. تحزام لافف كامل، تايجر في اسود برضو. انا بحس اصلا التايجر بيحب الاسود، يعني هم كلهم تايجر في اسود. الاسوره مدرجه من هنا 3 درجات اهي، باينه. ده كده مش استك، هي كده بس. اعتقد كده باينه. ودي الشريطه كده، يعني ممكن تعمل فيونكه، ممكن تتساب كده زي ما هي نازله. لطيفه قوي في اللبس، حلوه في اللبس جدا. الياقه اظن واضحه. مش خفيفة ومش تقيلة، بس ما تنفعش، أكيد أكيد ما تنفعش في الشتاء. لطيفة في الخروجات. اللون الكموني ده هو لطيف قوي في اللبس على فكرة بالمناسبة. بس يعني هو ما يتحددش رمادي، لا كموني، هو لون الكمون بالظبط، بس كمون فاتح جدا. تمام. هو ده يعتبر شال. آه، بس أنا يعني أنا بصراحة بعتبره تيشيرت أو ميني دريس. تمام. تريكو ده بلبسه على فكرة فوق الطرحة، بيبقى شيك قوي في اللبس. أنا كنت عاملة بيه أوردر أصلا، بس كان على اعتبار إن هو جاي لحد هنا، مش عارفة إن هو يبقى جامب قوي كده. تمام. بتاعتين دول بربطهم. والاسوره بتاعته هو ده كله كمة، ده كله هو اصلا عامل زي الشال بالظبط بتاع زمان. والاسوره كده من بعد الكوع لحد الاخر. خامته تريكو زي ما قلت. لطيف قوي في اللبس. نفس اللون. دريس اللي هو ايه، مش دريس خالص، ولا ميني دريس حتى، هو حاجه قصيره جدا، بس هو قصير قوي وضيق. بيتلبس عليه حاجه واسعه او تحت حاجه واسعه. بصراحه انا مجربتش البسه، بس حبيت ان انا اجيبه مع اللون الكموني برضو. ما لبستوش قبل كده خالص خالص، ومش عارفه لو حتى هلبسه ازاي. تريكو برضو شفاف. درجه التريكو بتاعته شفافه اكتر من التاني بكتير. بس حاسه لطيف بصراحه. النبيتي تيجي علينا فتره كبنات بنبقى عايزين نلبس الوان غامقه، ومش عارفه ايه السبب. بس انا لقيت ان كل اللي كانوا في سني في نفس الوقت ده لبسوا الفتره اللي انا كنت بلبس فيها نبيتي واسود ورمادي غامق او رصاصي. كلنا في نفس الوقت يا جماعه لبسنا نفس الدرجات، وفي نفس الحب بتاع الالوان دي. الصورة بتاعته كده هو في زون. الصورة بتاعته لطيفة. حرفيا انا كنت بلبس الجاكيت ده في كل مكان والله. مفتوح كده من الجنبين، جنب اهي، وفاتحة من الناحية التانية برضو. آه. كالعادة زي ما قلت قبل كده، عيوب الفيزون إن العرق بيبان جدا. بس انا كنت بحب الجاكيت ده ولبسته فترة طويلة، انا لازلت بحبه، بس طبعا العيب اللي فيه ده يخليني ملبسوش فترات طويلة، او ملبسوش اصلا. آه. بحبه بصراحة، وليا ذكريات معاه حلوة كتير كتير. مفيهوش اي حاجه ملفته غير ان هو جاكيت في زون نبيتي. برضه نبيتي بس قط. جاكيت طويل
مش عارفة بيقولوا عليه تونيك تقريبا أو حاجة زي كده. بصراحة مش عارفة خامته، بس هو تقيل شوية يعني ينفع الشتا أكتر بكتير من الصيف. مفيهوش أي حاجة مميزة شوية غير إن هي دي كده، بس تعتبر هي المفروض تتقفل بس هي مبتتقفلش ولا عليها حتى حاجة ومقطوعة. هو شكله كده بالظبط، واسع شوية. المهم يعني في فتحة زنطوطة من هنا كده اهي، زنطوطة مش طويلة ولا واصلة لحد الركبة ولا حاجة. كيوت ورقيق ولابس توبل كده على طقم خلته شكله تحفة. كان هيكول. البلوزة دي هي بتاع دوت تريكو، هاي ويست مش ويست كامل خالص، اللي هي لازم تكون بنطلون بوي فريند. في عليها حزمة هنا كده عاملة شكل فيونكة، والنقشة اللطيفة دي رقيقة قوي، بس كيوت على بلوزة على بنطلون قصدي هاي ويست. التريكو بتاعها خفيف، لازم يكون فيه تحتها حاجة تقيلة شوية. بس حاسة إن مش هينفع أجيبهم كل واحد لوحده لأن الاتنين نسخة من بعض، مقلم ومقلم، بس ده طويل شوية وده قصير جدا اللي هو بتاع البناطيل الهاي ويست. مفيش أي حاجة مختلفة. أنا بصراحة اللي اكتشفت دلوقتي بس من شوية وأنا قبل ما أصور يعني إن عندي نسخة من ده كحلي بتاعي أنا، لكن ده بتاع يويو. نفس الأستك من هنا والرباط اللي على البطن، نفس الزرارين، نفس برضو التانية بتاعت الكوع والأستك، هو نسخة منه بس لونه أزرق، نفس الدرجة بتاعت الإسدال اللي أنا لابساه. ده بتاع يويو طويل شوية، مش ميني ولا يعني، هي زي ما تقول بلوزة طويلة بس. المقلم بتاعه نفس المقلم ده، بس ده وسطه قصير جدا. في فيونكة من ورا رقيقة رقيقة رقيقة، أنا أصلا بحب الفيونكات جدا جدا. في هنا برضو بوت، في هنا نص من الكوع، هنا أستك بس الأستك بتاعه مش ألطف حاجة، هتلاقوه واسع بس. والله لما اشتريناه ما كانش كده. ده جاكيت فيزون نازل بالشكل ده. ثواني اوضحه اكتر اهو، كده صغير على ايه، على طويل نور، بيضاوي شويه. هو المفروض نبيتي، يعني انا حاسه ان الاساس بتاعه نبيتي او بيج، وهو فيه كحلي كده، كنت بلبسه على بنطلون كحلي واسع على تيشيرت قصير. بجد كان بيدي الدنيا في حته تانية خالص، خصوصا ان هو واسع من هنا وطويل من ورا، فينفع جدا على تيشيرت وبنطلون، بس البنطلون يكون واسع عشان من قدام رقيق خالص. اللون البني القمر اللي هو بيج في الكافيه او هافون ده اللي انا مش قادره اعرف اميزه منهم كلهم دلوقتي. حلو قوي في اللبس، بصوا 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 ايه ده يا خرابي والله حلو. على فكره هو ده مش يعني ايه، هو انا مش عارفه اوصفه ايه، بس هو التهاب تمام، عشان بس انا مش عارفه المنظر ده يبقى عامل ازاي. تمام، البيج من هافون من بني انا مش عارفاه. تمام، الشراشيب شراشيب ياما شراشيب انا مش عارفه، بس هو شكله حلو في اللبس بجد تحفه. خصوصا اصلا انا عندي بتاع دوت هافون نفس الدرجه بتاعته، بيبقى تحفه تحفه في اللبس. بس انا يعني انا استكفيت منه فمش هلبسه كتير، او مش هلبسه تاني اصلا، فاهمين حاجه. حلو قوي في اللبس والله، تصدقوا وحياة كتاب الله ان انا اول مره في حياتي اخد بالي ان ايد بني وايد بيج بقاله قد ايه عندي، وانا والله اول مره اخد بالي. بس عارفه ان في من تحت شراشيب اهي، ميني جاكيت كده بس كيوت قوي في اللبس وأمور. لا ده باين عليه ان هو هافون، يعني باين مش محتاج نقول. برضو قصير شويه مش كامل، خصوصا بقى ان هو فيه دي، يعني هو مش جاكيت هو كده. اسمه مش عارفه اسمه ايه والله نسيت، بس هو كاب. كاب بيبقى الايد بتاعته من هنا كده اهي، الفتحه بتاعته كبيره جدا. ده مش ده جاكيت، مش لا مش جاكيت قصدي فتحه، فتحه مش جاكيت، انا عايزه اقول فتحه قلتها جاكيت. فهو كيوت في اللبس، خصوصا برضو ان عندي هاف نفس الدرجه بتاعته، هاف غير الهاف البني، لا هاف هافون. حلو في اللبس والله جميل جدا، بس ما بيتوصفش بالشكل، يعني شكله كده ايه المنظر ده ايه ده كل ده، لكن في اللبس تحفه، بياخد وضع الجسم بطريقه جميله وبيبقى شكله حلو قوي في اللبس، والزرارين دول مقفولين كده تحفه، ولو مفتوح انا لبسته قبل كده على فستان اسود كامل، كان حلو قوي. بس هو شتوي جدا لانه تقيل قوي. بصوا هقول لكم، هي اكيد ليها طريقه لللبس عامله ازاي انا مش عارفه. اعتقد كده هتبقى مثلا كده، اللي هي عارفين انتوا روسيا
عايزة روسيا. هي عايزة تبقى كده في الرقبة بس، مش من نازلة على الكتاف، هي تبقى كده في الرقبة اهي. بس انا ولا مرة لبستها وانا اللي شاريها. انا جايبه لها الشماعة وانا حاسة ومتأكدة ان هي مش نافعة للشماعة اساسا. بص مقفولة، مقفولة من هنا. لو كانت مفتوحة كان يبقى بتاع دوت اسمها مش عارفة الشايل ده ولا اسمه ايه. مش عارفة، كل حاجة بتضيع من بقي لازم افضل اسمه ايه اسمه ايه. مش عارفة، بس هي كده. بس والله ما عارفة انا اشتريتها ليه، انا ما اعرفش. بس حاسة ان هي عجباني، بس ما لبستهاش والله، ما لبستها ولا مرة من يوم ما جت. بصوا هو اللون ده بالنسبة لي انا، عارفين لون البصل الابيض؟ القشرة بتاعته هو الدرجة دي، مش عارفة هو ليه جاي ابيض شوية هنا. ولكن بابا كان بيقول عليه سيموني، ماما بتقول عليه برضو بصلي زي ما انا بقول كده يعني. الحركة دي في النقشة بتاعت الايد، طويل من ورا وقصير من قدام، في يونكاية هنا. بس حقيقي ليه معايا ذكريات حلوة قوي، بعشقه مش بحبه. بس ما اقدرش البسه دلوقتي لانه بجد بقى قصير جدا عليا، انا كبرت شويتين عليه. بس بحبه يعني، ده ما يمنعش اني بحبه. هو خامته شيفون كده، شفاف، ايده واسعة جدا لدرجة انها بتقع في اماكن بعيدة لحد بعد الكوع كمان. لازم حد يكون لابس تحتيه حاجة او مثلا معصم. لطيف لطيف لطيف، وانا بحبه. فهو ما علينا من انه كان لطيف او مش لطيف، انا بحبه. بتاع يويا، انا حسيت لبرهة كده ان انا بعمل نفس المنظر، لان باين في الصورة بطريقة غريبة كأنهم الاتنين واحد في يومكاية بالذات. شبه بعض جدا جدا. الفرق الوحيد الكم، هنا مليان لولي، التاني سادة. هنا في استك ومفهوش الوان، التاني فيه اسود بشكل ورد. اطول شوية من قدام كمان ومن ورا. يعني انا بتاعي يعتبر تحت الوسط بحاجه بسيطه، لا ده بقى تحت الوسط بشويه كتير. برضه طويل من ورا وقصير من قدام، نفس اللطافه. بس انا بحب بتاعي برضه اكتر. ليمون او بطيخ ايهما اقرب، بس افتح شويه. هو الالوان اللي احنا شفناها بس افتح شويه. تمام، مفهوش حاجات كتيره. هي دي الياقه كده شيفون برضه. بتاع ده الاسوره بزرار مش باستك، بزرار ومش واسعه. الفرق بين الاتنين اللي فاتوا، في واحد ينفع البسه وواحد لأ، ده ما ينفعش خالص بالنسبة لي، ده قمر جدا. ولا حتى على جيبة، لأن مش حاسة انه هيليق على جيبة. هو هادي، شكله من بعيد او في الصورة ما يفرحش اصلا. اوفر هدوء وفي نفس الوقت مش لطيف، لكن في اللبس حقيقي تحفة. بصوا انا اصلا بحب الحاجات اللي هي كمها كده دي قوي قوي، تلاقوني مجنونة بيها والله. تمام. دي تتربط كده من ورا، بس انا مش عارفة اجيبها مظبوطة اهي. واهي، مش عارفة مش هتطلع حلوة زي ما تطلع في اللبس، فاهمين حاجة؟ في اللبس تحفة. أنا لبسته قبل كده، هو بتاع يايا بس أنا لبسته قبل كده. ميني مش كامل، في نفس الوقت مش قصير خالص، لأ يا دوبك حتة صغننة أوي في اللبس. تمام. سو كيوت، سو لطافة. فرافيرو دي أنا بحبها أوي، الحاجات اللي هي بتبقى كمها كده. ميني دريس أبيض في أسود برضه، من ضمن الأبيض في أسود. من ورا السيمبل خالص، مفهوش حاجات كتير. من قدام صدق ولا لأ، ده من ورا من قدام مدرج. مدرج مش عارفة كام واحدة، واحد اتنين تلاتة أربعة، 4 درجات. من فوق في 3 كسورات كده أو 4 تقريبا، بيعملوا اللي هي الحركة دي. تمام. ده شيفون خفيف، ده شيفون تقيل شوية. ده ستان، لطيف قوي في اللبس، وبينفع أكتر أوقات السواريه، يعني أكتر بكتير من إنه يكون خروج عادي أو مناسبات بسيطة، أو حتى قصدي خروجات عائلية. ينفع أكتر بكتير في السواريه. السود دي انا بصراحه مش قادره احدد لها ان هي ايه، يعني لون محدد. هي مشجره برضو، فيها اسود، فيها لبني، فيها بيربل، فيها درجه صغنطوطه خالص من الاحمر او الاورنج. مش عارفه بصراحه، مش عارفه احدد لونه. آه هي ما تنفعش غير مصيف. انا بحس ان هي كده يعني، هي من تحت واسعه مرتاحه. تمام. من فوق لا، ضيقه، ضيقه جدا من هنا. محتاجة تكون بتلبس على حاجة واسعة من فوق. حاجة هواوي شوية كده. الاستيك ده حلو جدا، فبياخد وضعية الجسم قوي، فمش هتنفع غير مصايف بصراحة. الميني دريس الروز ده، بيبي روز، حلو ولطيف، وبرده معايا منه ذكريات حلوة كتير. قصير من ورا طويل، قصير من قدام طويل من ورا. كان الاستيك بتاعه كان الطف حاجه اكتر من كده بكتير، كان بياخد وضعيه الجسم وكان بيبقى تحفه. مش عارفه يا جماعه، في حاجه غلط. انا بحس ان اللبس مره واحده بيوسع، يعني بجد هو كان اضيق من كده بكتير، فهو اللي وسع، مش مساله احنا متخيلنا، لا هو اللي وسع بجد. الاستيك بتاعه هنا برده مبقاش الطف حاجه.
مبقيناش بنلبسه خالص، مش عارفة ليه بصراحة، بس أنا يعني معايا منه ذكريات، فمش محتاجة إن أنا آخد منه ذكريات تاني أو ألبسه في أي مناسبات تانية. بيبي روز تاني بس مشجر على الورد كده كتير. آم، في أستك من هنا أهو. الحركة دي حركة كده في الكتف، بتبقى عريانة الجزئية بتاعت الرمانة حنفي والشيفون ده. ما بنلبسوش دلوقتي خالص خالص، لان احنا طبعا خلاص بقينا محجبين، وانا اصلا ما لبستوش قبل كده يعتبر. ثواني يا حبيبتي. ف بس هو لطيف شويه. اعتقد تصدقوا ان انا لسه واخده بالي ان هو بيتهيألي قصير من قدام وطويل من ورا. والله انا لسه واخده بالي حالا. انا عارفه ان في فتحه، ولكن انا اول مره اخد بالي ان هو تقريبا وسنه مش طويل بالطول الكامل، يعني هو اصلا على القمر. كفايه. بيبي روز بقى مع فوشيا مع كحلي واخد من كل من ده على ده. مشجر. مشجر بألوان كتير. دريس كامل مش ميني. ثواني طوله اهو كامل مش ميني. قط. فبيحتاج مثلا تحت بودي كارينا، او مثلا يكون عليه جاكيت كامل. لطيف قوي على فكره في اللبس، مش ضيق خالص خالص. معايا منه ذكريات صور بيه على البحر وبحبه بصراحه. فاحب اقول لكم ان انا يعني بحب الدريس ده قوي. روز برضو بس مع اصفر مع ابيض مع احمر سنه صغيره خالص درجه ضعيفه. على فكره هو كده، هو مش متكسر، هو كده. هو شميز بس مش كامل ميني. آه، ده كله بيتقفل، ده كلها زراير اهي. باينه اعتقد. باينه. تمام. وانا سايباه مفتوح لان انا احيانا بلبسه مفتوح، واكتريه الوقت كنت بلبسه مقفول. استك من هنا. لطيف شويه. احسن شويه بكتير من كذا حاجه. ف معايا منه ذكرى على البحر برضه لطيفة. لونه حلو ومبهج كده، تحسوا ان انتوا في شم النسيم شوية كتير. دريس كامل. التشجيرة بتاعته بسيطة خالص. ازرق على اصفر، وهو اساسي ابيض، اكتريته ابيض لانه كامل وابيض اكتر حاجة فيه طويل. يعني 3 درجات من الازرق، وحاسة ان 4 ابيض ولا 3، والله ما واخدة بالي مش عارفة. في اصفر. فانا بديله بندانة صفرا، واديله طرحة يا زرقاء يا بيضة، واكترية الاوقات بتكون الزرقاء. تمام. بص. طريقة شراء كانت سريعة شوية، هو عامة يعني بصوا هي واسعة من هنا. أنا كنت رايحة عند حماتي في رمضان، كان أول مرة أروح هناك في رمضان. فاضطريت إن أنا ألبسه بصراحة أنا لو هشتري، لا ما اشتريش حاجة مدرجة كتيرة كده. زي ما قلت لك قبل كده، أنا أكترية لبسي لازم يكون سادة. يعني فين وفين على ما اشتري حاجة مشجرة، نادر أما أجيب حاجة مشجرة. ما كنتش هشتري والله غير باضطرار. فشكرا منك. والله انا ما عارفه اصنف ده اسود ولا بيج، لان هو يعني النص بتاعه كده كامل اسود ومن الطرفين بيج. ميني دريس. واسع شويه من هنا من الكم. لطيف الى حد ما. السوسته دي امور قوي وشكلها شيك بجد، انا عاجبني الحاجات اللي بتبقى طويله جدا من ورا. ينفع طبعا خروج. ينفع مناسبات. واسع شويه من تحت. نازل على واسع وضيق من الجناب. حلو قوي قوي قوي، بس انا ما لبستوش لسه الحقيقه. ولكن اكيد هلبسه في يوما ما. اللون اللي مش متحدد له ملامح، انت تركواز ولا منت جرين يا حاج؟ والله ما اعرف لك. بس هو ميني دريس كده. بصراحه ما لبستوش ولا مره، بس هو عندنا في البيت موجود. برضو نزل على واسع من هنا وضيق شويه من الجناب. واخيرا الفيديو تعبني قوي قوي على فكره. انا المفروض بادئه من حوالي شهر وشويه والله. وكنت ناويه اعمله من 3 شهور او من شهرين. حد متخيل كميه الايام قد ايه؟ الأوضة دي كانت تضرب تقلب، كمية الهدوم اللي فيها ما كانتش طبيعية نهائي. واخدة هدوم من ماما واخدة هدوم من أختي، بس احنا التلاتة بنلبس مع بعض نفس الستايلات. يعني ميار بتلبس بيج سايز قوي. ماما بتلبس كويس، أنا بلبس الاتنين. لأن أنا واخدة اللي هو البيج سايز وفي نفس الوقت الكويس شوية، مش ضيق قوي ومش واسع قوي. فكمية الهدوم كانت رهيبة رهيبة فوق ما تتخيلوا. تعبت فيها والله تعبت قوي. ما صدقت خلصت واخيرا الحمد لله. اخيرا هنشوف الفيديو.